السلام عليكم، أنا زياد إمام. النهاردة أول فيديو من حلقات SDD كاست أو Student Dev Dive. ضيفنا النهاردة باشمهندس أحمد أشرف، شخص قدر يستغل سنين الكلية كويس بين Student Activity و Self Study، وكمان كان من الخمسة الأوائل على دفعته. النهاردة باشمهندس أحمد هيقول لنا عمل ده إزاي. آه، عرفنا بنفسك يا باشمهندس أحمد. مبدئيا شكرا على الانترودكشن الحلوه دي يا عم. خدت بالك ان انا في الاول كنت عايز اتكلم، فاللي هو انا متعود اه. دايما ان انا اللي بتكلم في الاول. ف ايوه فعلا. يعني باختصار شديد، انا احمد اشرف، سوفت وير انجينير، بقالي دلوقتي في المجال اكتر من سنتين ونص. شغال من ايام الكليه، خريج جامعه حلوان، قسم هندسه برمجيات. وفي نفس الوقت بقى زي ما قلت لك اشتغلت من ايام الكليه، في الباك اند تحديدا، واخد بالك. ولينا بقى يعني لينا صولات وجولات في الكليه وبره الكليه وهكذا. فبعمل عندي قناه يوتيوب كده، بنشارك فيها الحاجات، ونشارك الحاجات برضه على الشباب في تويتر وسبيسز وكده. وبس يعني دي بريف انترودكشن خالص يعني على اللي انا بعمله، ونتمنى ان هو يكون بيفيد او بيساعد يعني. اتفضل يا ريس. بإذن الله شيء بيفيد طبعا، وكلنا متابعين وعارفين مين باشمهندس أحمد أشرف. أما نزلت الفورم بقول فيها إن باشمهندس أحمد أشرف جاي معايا في أول حلقة من البودكاست. ناس كتير بعتت عاوزين يستفيدوا من خبرات حضرتك، مبدئيا ما فيش فنبدأ. حضرتك بس في الاول عشان ايه؟ يعني انت شايف انا يعني انا 24 سنه لسه مش كبير يعني. ف فاسمه ايه ده، فخليها ايه اللي هو على طول يا احمد يا اشرف يا باش مهندس. تمام. يعني لو انت تمام يعني يا عايز باشمهندس. تاخد ماشي. ماشي. اوكي. حضرتك اللي تحبه يا باشمهندس. ماشي، حلوه دي. ماشي يلا. حلو. أول سؤال جاي حد بيقول أعمل إيه في إني محتار أختار التخصص. هو بص، انا لو انا هفترض هنا اول حاجه انه التخصص هو قصده يشتغل في انهي حته في السوفت وير تحديدا. يعني هل هو يشتغل باك اند، فرونت اند، ولا يعمل ايه؟ تمام. الحته دي تحديدا، النصيحه اللي يعني اللي فرقت معايا قوي، بلاش نقول نصيحه، يعني اللي انا عملته واشتغل معايا، كانت حته ان انت بتجرب كتير، بتجرب كتير قوي وقت الكليه. يعني انت وقت الكليه عندك بتاخد مواد ليها علاقه بالكليه، وبقيه الوقت انت ايه؟ فاضي، واخد بالك. فتمام، هتلاقي في مواد مثلا بتدخلك جوه، مثلا ليتس سي باك اند، عندكم بروجكت بتعملوه بي اتش بي او بتعملوه بنود او ايا كان. خلاص، امسك الماده دي، شوفها كفرصه ودوس بقى في الموضوع. نفس القصه بقى في المجالات المختلفه، لغايه لما انت تلاقي ايه، لا المجال ده انا عايز اكمل فيه بتاع 6 شهور كمان. وهكذا بقى الدايره بتيجي. وايرونيكلي انف ده اللي انا عملته. يعني انا في حاجات كتير جربتها، وفي الاخر اللي هو ايه، الشغل هو اللي بيختارك مش انت اللي بتختار الشغل يعني. صح. فاشتغلنا في الباك اند والحمد لله الدنيا ماشيه يعني. قول. تمام. تاني سؤال من حد بيسأل بيقول إزاي تقدر تختار المجال اللي تكون ميال ليه أكتر في وقت قليل، لأن ده محتاج إنك تدخل كل المجالات وتدرس وتاخد وقت طويل، وده بيضيع وقت ما بين الكورسات والكلية. بص، هو برضو انا هقول هنا حته كانت اتقالت لي يعني من حد ايام الكليه، انا مش متذكر مين اللي قال الجمله دي، بس هي علقت معايا جدا. فكره ايه؟ انت مش محتاج تجرب كل المجالات اللي في الدنيا عشان تعرف انت عايز ايه. يعني انت مثلا ليتس سي على سبيل المثال، ناخد النصيحه الاولانيه اللي احنا قلنا عليها دي. انا دخلت الكليه، ففي مثلا اول ماده خدتها بنتعلم HTML و CSS وبتاع، حاجات كده بسيطه جدا في الفرونت اند. بعدين أنا الموضوع حبيته بصراحه، انا شايف قدامي كده لي اوت بتطلع وبتاع، فالدنيا حلوه. فقمت جاي دايس مع نفسي بقى في الاجازه، في وقت فراغي، في ايا كان، دايس مع نفسي وشغال اتعلم ايه ده في حاجه مش عارف اسمها رياكت، فقمت جاي مخرب فيها، وجافا سكريبت وبتاع. انت مش محتاج تجرب الباقي، انت في المرحله دي مش محتاج تجرب الباقي. ليه؟ طالما انت مستمتع باللي انت بتعمله، طالما انت لاقي نفسك في الحته بتاعت الفرونت اند دي، لا دوس، واخد بالك. لو ابتديت تحس انه لا يعني فاهم، ممكن نجرب حاجه تانية، انت ستيل عندك الفسحه من الوقت، وقت الكليه، وخصوصا المواد والسكاشن تحديدا السكاشن يعني، ان انت تاخدها كتدريب بجد بقى، اللي هو يلا ندوس باك اند وههري المعيد اسئله،
واجيب يوتيوب واشوف كتب واشوف بروجكتس اتعملت قبل كده، فاهمني؟ بس. في حد بيقول أول سؤال كده لو سمحت ما تقولش اسمي، هو تنبيه يعني ما فيش اسم حد بيظهر يا شباب منعا للإحراج، يعني لو حد حابب يقول أي سؤال يبعته اسمه مش هيظهر. ليه عايزين نعرف اسامي و... الناس يا عم؟ مش لا عارف. لا. واحد بيقول هو أنا بحب البرمجة وبحس بشغف لما بعرف معلومات جديدة، لما امم بدخل لأي مجال بس بكون مشتت بين أكتر من 3 مجالات ومش عارف أتخصص إيه في الكلية. ويعني أظن السؤال ده إحنا ردينا عليه، يعني سؤال التشتت ده. الحته تانية، الحته بتاعت مم. التشتت. مم. انا كنت اتكلمت يعني كنت اتكلمت في البودكاست الشخصي بتاعي عن عن الموضوع ده، خصوصا ان انا كنت انا ابتديت تسجيل البتاع ده من وانا في تانية كليه، اللي هو ايه لوج. ده من وانا في تانية كليه بسجل اللي بيحصل معايا بشكل ما او باخر. فكانت معضله فعلا اللي هي بتاعت ايه، انا شغال حاجات كتير او انا بعمل حاجات كتير، فهل ده تشتت ولا هل ده انا ولا ده ايه؟ فاهم انت القصه دي؟ بس مربط الفرس فين؟ ده وقت الحرق يا معلم. يعني ده وقت التشتت، ده وقت ان انت تقعد تحرق حل شوية، مذاكرة كتب شوية، مجالات مختلفة شوية، لغاية لما تستقر. يعني انت ربنا مديك، طبعا انا بفترض هنا الديفولت كيس ان هو انت ربنا مديك ان انت دخلت كلية قد تكون حكومية فانت مفيش مصاريف، قد تكون خاصة برضو مصاريفها قليلة مقارنة بالكليات اللي احنا تانية، يعني طب او هندسة او كده. ولكن وانت معاك فسحه اول 3 سنين او اول سنتين، بلاش اول 3 سنين، انت يا عم عايز تشتغل بسرعه، صح كده؟ فاول سنتين انت معاك فسحه ان انت تقعد تحط مجهود في الحته دي. انا جاي لي دلوقتي متشتت، باك اند ولا فرونت اند ولا اروح داتا، صح؟ خد أيوه. لك 3 شهور 3 شهور 3 شهور، فاهم الفكره؟ خد بس لك هو بيقول شهر إن وشهر وشهر يا عم. بس. تمام. قول لي هو قول لي بيقول إن لا. ده تضييع وقت، إن هو كده معاه 3 شهور بس كسبانين و6 شهور ضاعوا بالنسبة له في إن دي نقطة هو. حلوة، النقطة اللي مم. انت بتتكلم فيها دي نقطة حلوة قوي. بس القصة كلها فين بقى؟ خلينا نتكلم في كونسبت بسيط قوي، الا هو طلب العلم، طلب العلم عموما. يعني انت وانت عايز تتعلم اي حاجة، فكانت دايما كده جملة كده تقولها لي، الله يمسيها بالخير، يعني امي زمان: مفيش علم بيخسر. فاهم ازاي؟ يعني مفيش مذاكرة بتخسر، من الاخر. فما فيش حاجه انت بتعملها في الحته دي. اصل انت عايز توصل لايه؟ انت عايز توصل انت تبقى انجينير كويس، عايز تشتغل شغل كويس، عايز تتعلم اكتر وهكذا، صح؟ وتكتشف نفسك وتكتشف المجال بتاعك. ده مش هيجي بالسهل. يعني مثلا انا مش هينفع ابص زياد انت باك اند، لا، هو زياد لازم يمر بمرحله كده مليئه بان هو يجرب حاجات والحاجات ما تشتغلش ومش عاجباه، فيروح يجرب حاجه تانية. وفي الاخر هي دي الاكسبيرينس، يعني هي دي الخبره اللي انت بتبنيها. فاهم قصدي؟ صح. غير كده لا، يعني هي ما بتتحسبش. انا مش عايز، بص انا عندي 3 شهور، فانا مش عايز اضيع فيهم اي وقت، انا عايز ابقى ضامن كل حاجه عشان اخش أيوه. اخلص. مفيش حاجه اسمها كده. يعني لا. ولعلمك يعني انا بقول لك الكلام ده، اعتبرني يا عم طالب دلوقتي، لان انا مش متخرج مش من كتير. اعتبرني طالب دلوقتي، وانا اقول لك ان المشكله دي كانت حاصله عندي عادي. يعني كان حاصل عندي الحته بتاعت انه بتلف شويه ومتخوف تخش. بس انا جاي لك من المستقبل وبقول لك شمر وانزل في الكود وانزل في الكتب، ايا كانت النتيجه ايه. فاهم؟ ادي لنفسك زي ما قلت لك، يعني انت لو عايز تديها حاجه، اديها باوندري مثلا يا عم شهر، شوف انت جاي منك قد ايه. فاهم قصدي؟ بس الله يمسيه بالخير، يعني كان عارف بتاع خضرو بيزنس، تسمع عنه؟ لا بصراحة. ماشي، يبقى دور عليه، هو شخصية لطيفة جدا يعني. خضر محمود خضر، هو اللي كان عامل فتكات. اه. فكنت شفته في ايفنت ايام الكلية، وسألته نفس السؤال ده، نفسه بالظبط. قلت له انا دلوقتي بعمل واحد اتنين تلاتة، ومتحير ما بين ان انا امشي في الطريق ده والطريق ده والطريق ده. قال لي ركز في واحد منهم على الاقل 3 شهور وبعدين قرر. دي صح. دي نصيحة ذهبية فعلا، من 3 ل6 شهور انت ركز في حاجة، لو ما جاتش معاك سكة يبقى نشوف حاجة تانية.
لكن اجرب اسبوع اسبوعين افضل اشوف فيديوز، دي مش تجربه. فاهم قصدي؟ يعني مثلا دلوقتي احنا بنقول ايه، انا عايز اتعلم فرونت اند، صح؟ انا معجبني المجال وبحب البرمجه وبحب الفرونت اند. او يا سيدي تعالى مجالي بنحب الباك اند، حلو، والدنيا حلوه وبحب بقى الكود وبمصمص في الداتابيز. فاهم قصدي؟ لا هاجي اقول لك ايه، طيب جميل، انت ايه البروجيكتس بقى اللي اتعملت؟ لا والله انا بشوف فيديوز عن اللارافيل. كراش كورس بس. حتى ايفن الكراش كورس، كراش كورس كويس ما فيهوش مشكله، بس هي الفكره انت عملت ايه بالايد. فاهم قصدي؟ صح. يعني زي ما بيقول كده، اللي هو بيقولها بالاجانب، يعني اللي هو ايه، وسخ ايدك، جيت يور هاندز ديرتي. انت وسخ ايدك وانزل في الكود. فاهم قصدي؟ بس. ويعرف الشيء بضده برضه، فلما انت تبدأ تلاقي حاجة مش بتعجبك و... ايوه حلوه دي. لعبه الاليمينيشن جيمز دي، اللي هي اللي هو ايه، انت بتبدا، انا دلوقتي جربت كذا مش عاجبني اكس، انت عرفت ان كذا مش عاجبك. فاهم صح. قصدي؟ اه. وده ده في حد ذاته مش تضييع وقت يعني. فاهم النقطه دي مش تضييع وقت، ان انت عرفت ان ده مش بتاعك او ده مش عاجبك، او حتى عرفت عنه شويه لذيذ بس مش هكمل فيه. فاهم قصدي؟ بس. يس. حد تاني بيسأل حضرتك كنت بتوفق ازاي بين الكلية ومذاكرة التراك او الباك اند والبروبلم سولفينج؟ بيقول لك انا في سنة تانية وعامل 3 مشاريع لارافيل، وهل انا كده مؤهلة ان انا اشتغل في شركات من سنة تانية ولا لا؟ خلينا بص خلينا نقسمهم نبدا سؤالين. السؤال من ورا. تمام. أم... يعني بالنسبه ان هي في سنه ثالثه، صح؟ انت قلت لي في سنه لا، ثالثه. في سنة تانية. في سنه تانية اه. وعامله مشاريع وكده. طيب باختصار شديد، بس عشان ايه حته الشغل دي سريعا. أه... انت اما بتشتغل بشكل ان اوفيشال، يعني بتيجي على نفسك في شوية حاجات، ممكن ما يكونش فيه فاهم، كونتراكت محترم، حاجات زي كده، وانت في ساعة الكلية. ليه؟ لان انت لسه طالب، وهذه هي الرأسمالية يا صديقي، يعني مش اكتر من كده. واخد بالك؟ النقطة التانية ان هو لو انت بتتكلم في ليفل اعلى من الشركات، فهي بتبقى interns most likely. واخد بالك؟ بس ممكن في بقى ابواب تانية مختلفة، ان هو انت لسه، انا بتعلم فرونت اند، فتاني انت فريلانسر رائع. انت لو معاك بتعرف تعمل شويه فرونت اند وباك اند، طب ما انت كده جامد وعندك نتورك، انت كده ممكن تعمل ابلكيشنز فعلا. واخد بالك؟ فده يعتبر شغل، ده مش شغل، ده شغل. فاهمني؟ وتتعلم فيه لليفل معين. ولكن نرجع بقى للحته الاولانيه. انا دلوقتي في فتره ال خليني قبل ما اكمل الحته دي. الشغل وقت الكليه بدري قد يكون ليه ضرر. دي عارف انت، دي الحته دي تاخدها كده اللي هو ايه، كات كده، اللي هو الشغل في الكليه بدري مدير. قد يكون في خطر. مدير. بوم طخ السجاوي. بجد هقول لك ليه. بالذات اول سنتين it's very critical. ليه بقى؟ لان انت اول سنتين اللي انت مطلوب منك تعمله تحديدا ان انت تاكل الفاندمنتالز. يعني انت بتاخد بانش اوف فاندمنتالز للمجال بتاع الكمبيوتر ساينس نفسها. هتروح في اي برانش بقى في التخصص مش هتفرق. فاهم قصدي؟ هتبقى هي كلها مبنيه على نفس الكونسيبت. يعني انت كلنا بنتكلم اوبريتنج سيستم، كلنا بنتكلم نتورك، كلنا بنتكلم بروجرامنج لانجوج. فاهم انت؟ كلنا ممكن نتكلم داتابيزز ما عدا شويه مجالات. فاهم قصدي؟ فده الفاندمنتال بتاع الكليه او بتاع المجال كله. فالفوكس هنا ما يكونش انه ازاي اشتغل، عشان ده فوكس غلط وانا وقعت فيه بالمناسبه، ويمكن بدفع ثمنه دلوقتي بشكل ما او باخر، يعني هنيجي للحته دي. واخد بالك؟ ولكن كنت عايز اقول ايه، فالشغل، تركيزك على الشغل بدري ليه لازم يكون جاستيفايد جدا. يعني ايه جاستيفايد؟ يعني مثلا ما اجيش اقول انا عايز اشتغل، طب انت عايز تشتغل ليه؟ هل في سبب فعلا؟ يعني هل انت لو ما اشتغلتش في الدنيا هتتكسر، ولا هو عجل وخلاص؟ فاهم قصدي؟ يعني انت مستعجل وعايز تشتغل. انا عارف النزعه اللي فينا، وعارف الظروف اللي احنا فيها قد تكون بتخليك دايما اللي هو انت عايز تثبت نفسك وعايز تتاكد من نفسك ان انت تعرف تجيب شغل ولا لا. صح؟ صح. عوض ده، عوض ده ببروجكتس.
عوض ده ببروجكتس وحاول تخليها الجو لايف كمان. يعني انا لو بتقول عليا مثلا لو رجع بيا هبتديها تاني من الاول، انا ما كنتش اشتغلت وانا في سنه تانية. كنت عملت ايه؟ كنت قعدت اعمل بروجكتس واعمل لها لانشنج حتى لو محدش استخدمها. فاهم؟ عملت اي كوميرس انا بس اللي بستخدمه، عملت ابلكيشن بيعمل فواتير بتاعت البقاله، عملت تو دو سيستم وعملت لها ببلش. اه في مليون تو دو سيستم وانت عمرك ما هتوصل عارفين كل الكلام ده. انت مش بتعمل بيزنس، انت بتعمل سايد بروجكت. فاهم قصدي؟ قريت صح. كتاب، حليت بروبلمز. هو ده الفوكس في اول سنتين. عشان نرجع تاني ازاي بوازن ما بين الحاجات دي كلها. انا بصراحه عشان اكون صريح معاك انا ما كنتش بوازن. انا يعني قد يكون ده فضل ونعمه من عند ربنا، انه هنيجي ليها، هاجي للنقطه دي، فكرني بس. ان فضل ونعمه من عند ربنا ان هو الشخص ما تاثرش بالحاجات الناقصه. بمعنى، انا كنت بمنتهى الامانه انا بحب الكليه من قبل ما اخشها. تمام. وبالمناسبه انا في الثانويه العامه جبت 99%. فيعني دي نقطه يعني. حلو. ف فالفكره كلها كانت فين؟ انا دخلت الكليه، انا بحبها. فمن دي 1 انا مهتم جدا، وانا عارف الطريقه اللي انا بحصل بيها من زمان. بمعنى ايه؟ ودي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها. انت مثلا كلنا بنتعلم بطرق مختلفه. هقول لك طريقتي ونقول الطرق المختلفه التانية. انا مثلا طريقتي انا كاحمد، لو جيت قعدت مع زياد وزياد شرح لي حاجه انا خلاص كده تمام. فاهم قصدي؟ من فيجوال اول مره. ليرنر اكتر. اه فيجوال ليرنر اكتر. بحب المناقشه اكتر، حد يشرح لي الحاجه اكتر. ده انا بتعلم كده. حلو. ففي دايما كونسبت اللي هو ايه، اضرب على الحديد بقى هو سخن، او دبل داون على الحاجه. فانت مثلا عرفت ان انت بتتعلم كويس بان انت تاخد نوتس مثلا، يبقى انت تاخد نوتس ب 24 ساعه. فاهم قصدي؟ اتعلمت ان انت فاهم. بتعرف بتفهم كويس لما بتقرا كتب، يبقى انت كتب سكتك. فاهم؟ فانا كانت سكتي ايه؟ المحاضره والسكشن. اروح محاضره سكشن ما افتحش كتاب بعدين. ده بمنتهى الامانه. واخد بالك؟ بس ايه ده زي ما قلت لك ده مش كل الناس. انا كنت بقى دي انا بعرف اركز مع المحاضره واحاول ابزورب كل حاجه، وبعد كده ارمي بقى. ليه؟ لان انا كنت بعمل حاجات تانية في الكليه. يعني فاهم الفكره؟ ف ده ادى لايه؟ ادى انه ماشي، كان في جزء من كرم ربنا ان الواحد كان الجي بي اي بتاعه محترم 3.7. ف الرابع او الخامس على حلوان. والله ما بحبش اتباهى بنفسي. انا مش عارف ليه شاء ما الله. بقولش الحاجات دي. انا حاسس لو عملت الحاجات دي فاهم هتبقى ماركتنج حلو ليا بعدين. برجع اقول يا عم بقى هو كيرز. فاهم؟ بالظبط. عارف انت انا العبد الفقير الى الله جدا يعني. المهم، اه والله. ف... فكنت بقول لك ايه، انه 3.7 دي جت بالطريقه دي. جت بالطريقه بتاعت ان انا بذاكر بركز مع المحاضره، او ابزورب الموضوع، اقعد احاول ان انا اطبق عليه بطرق مختلفه، اذاكر السلايدز مرتين ثلاثه، اخش الايه الامتحان اجيب جون. حلو. وهنا النقطه. يعني احنا كنا بنتكلم فين في كراكنج السي اس ديجري، اللي هي اسم العنوان اللي انت اتفقت اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض. الكراكنج سي اس ديجري في مصر اتس فيري ايزي. ليه بقى؟ ليه بقى؟ انا مثلا برضو دي نقطه يعني خدها في عين الاعتبار. انه خد اسم المادة، حطها على جوجل، اكتب جنبها اسم جامعة كبيرة او شوف ايه اشهر كورس موجود عليها. let's say انا خدت programming language with Java، OOP with Java. من day one انت عرفت في الجدول ان انت عندك OOP. بس ايه افخم كورس OOP فري موجود؟ هتخش تجيب امله. فاهم قصدي؟ وتطبق عليه وتعمل ويمين وشمال. دي كانت طريقتي انا زي ما قلت لك. انا يوتيوب جدا، كورسز جدا. فاهم؟ والكونتنت الفري في مجالنا خصوصا الاجنبي. وعشان كده نرجع لنقطة الانجليزي بتاعك مهم جدا. ومهم، مش مهم ان انت تتكلم بالانجليزي. انا مش عايزك تتكلم انجليزي وانت داخل الكلية. انا بقول لك مهم ان انت تبقى بتفهم الانجليزي، تسمع الانجليزي، تقرا الانجليزي. فاهمني؟ ليه؟ فاهم. لان انت هتلاقي كمية كونتنت وتلاقي نفسك سابق بشكل كويس
لو انت معاك اللغه معايا. فما تدورش على الاسهل، اللي هو ايه، يلا بص ده فلان ده عامل كورس وبالعربي. لا، هو لو بالعربي وانت يعني بعد ما دورت تحط شويه ايفورت كده، الكونتنت نفسه الاساسي واخد ريكومنديشنز احسن، روح اتفرج على الكونتنت الاساسي. فاهم؟ اه اي نعم، فاهم. لو في حاجه منافسه فعلا، يعني مثلا لو في حد عامل سي اس 50. هديك مثال، بص بقى، ده برضو ايوه. جدلي جدا، خد اللقطه دي. وديفيد. بص هديك اللقطه دي. يعني انت خد مثلا سي اس 50، هل في حد عربي شرحه نفس الكورس نفس الماتيريال، شرحه بطريقه ديفيد ميلن؟ لا، لا. صراحة انا مجرب يعني، لا. هو الراجل الكورس حلاوته والكورس فايدته كلها في طريقته. فعلا. فاهمني؟ ففي كورسات كده، او في حاجات كده مثلا، او مثلا زي الكورس بتاع ام اي تي مثلا بتاع الالجوريزمز. فاهم؟ هو كده. يعني هو لا يعني الناس حتى لو انا حاولت اترجمه او حاولت اسيميوليته او اشرح انا الكتاب او اعمل او اسوي، ممكن ما اعرفش. فانا كطالب دلوقتي، سيبك مني انا مثلا على فكره، انا كاحمد مثلا ممكن اكون بشرح كتاب او ممكن اكون بعمل كذا على القناه بتاعتي، صح؟ بس انا بقولها لك صريحه، انت كطالب تعمل ايه؟ تشوف السورس فين. عارف انت في البرمجه برضو give me the source file. لو اعمل الصح. لا، give me the source file اللي اه. هو دور على المصدر، اه. المصدر الحاجه فين. يعني مثلا انا سمعت عن حاجه اسمها سي اس 50. انا الموضوع ده حاسس في نفسيتي فهتكلم فيه شويه. انت انا قلت اخدت مثلا سي اس 50 ولا لا؟ انا اخدت سي اس 50 قبل الكليه، ما شاء وعدته الله. كذا مره في الكليه. ما شاء الله. ازاي؟ لان هو لا هو والكورس، طب والله العظيم انت عارف انت حاجه طالب يعني شاطر الكورس. جدا. انا طالب شاطر جدا في الاقتصاد حاجه. جدا جدا. انا عايز اقول لك انه واحده من ضمن الايشوز اللي برضو يعني، بص انا برمي كل اللي انا اقدر ارميه في البودكاست بتاعك، لان انا عارف ان البودكاست بتاعك كنت بحاول اعمل حاجه زيه زمان وانا في الكليه. كان اسمها ام اس بي كاست، بس يعني لاسباب كتير الدنيا ما ظبطتش احسن حاجه. فاي بيليف انه انت ممكن تكون حلقه وصل ما بين الناس اللي دلوقتي، انا خلاص دلوقتي ما بقتش جوه، انا بقيت بره. فاهم قصدي؟ فالناس اللي هي بره في المجال وفي الاندستري، للناس اللي جوه معايا. فخليني ايه اللي هو يعني، لو في حد بيسمع وشايف ان انا مثلا بتكلم بسرعه او كده، ممكن يبطئ الفيديو او ممكن تحاول انت تقسم الفيديو بعد كده، ايا كان يعني. المهم، كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم مع اخر حاجه اتكلمنا عليها سي اس 50، اللي كنت بتبدا بقول لك كان تبدا واحده انستراكت من ضمن سيشن. الاغلاط مثلا، ودي كومن جدا بقى، اسمها بالمناسبه يعني. انا انت فاهم ان الغلط انت بتعمله بتكتشف ان هو غلط بعد سنتين. انت فاهم؟ بس عادي، انا بديك دلوقتي الغلط والحل في نفس الوقت، اللي هو تك بالظبط. تك. فاهم؟ كان في حاجه اسمها توتوريال هيل. ايه توتوريال هيل؟ ان انت تتعامل مع الكورس او الماده العلميه خلينا نسميها، ان هي عباره عن قاعد بتتفرج على مسلسل. لا، لا، ما تعملش كده خالص. كورس يعني كورس، يعني انت تقعد، دي ماتيريال هتتشرح، انا لازم افهمها، لازم اطبق عليها الاثنين دول. انا مثلا ايه كنت بفهمها بس مم. بالطريقه دي. انا عشان آه، كده عشان كده كنت بعيد سي اس 50 كل شويه اعيده. ماشي، بس انا تسمعه بس. مكسر اطبق، والله فعلا. صح فاهم؟ فعلا. وكورس على فكره، يعني انت لو جيت قلت لي عيده دلوقتي هعيده على فكره، لانه فعلا فعلا في مم. حاجات حلوه قوي يعني. ايوه فعلا. ف فنرجع لموضوعنا. هل موضوع الشغل وقت الكليه ينفع؟ ينفع. ليه شويه مساوئ وليه شويه ايجابيات. نصيحتي ان هو يبتدي بعد سنه تانية، ما يبتديش قبل سنه تانية. حاول سنه تانية، انت مش هدفك ان انت تشتغل، الهدف نفسه، الرؤيه نفسها مش انت تشتغل. يعني انت مش طالع من سنه تانية عشان تشتغل، لا، انت بتجهز نفسك. فاهمني؟ فاهمك. فدي مهمه، اللقطه دي مهمه. انا ركز بجهز على نفسي. الاساسيات. انا قاعد دلوقتي بجهز نفسي، مش بجهز نفسي عشان اشتغل شغل كويس، لا، سيبك من الشغل خالص دلوقتي. فاهم قصدي ازاي؟ فاهمك اه. سنه اولى سنه تانية انا قاعد بجهز نفسي وبتعلم سي اس فاندمنتالز باحسن طريقه ممكنه.
ادور على المصدر الاساسي. سمعت سي اس 50، مش هروح ادور على اسهل حاجه بالنسبه لي عربي. لو هاخد بتاع العربي ده، هاخد بتاع العربي ومعاه ايه الاساسي. هبقى بحضر المحاضرتين معايا، عشان معاك اه. هما سمعت عن كورس بتاع الجوريزمز بتاع ام اي تي، هروح اه اجيبه اللي سمعت عنه. بالانجليزي واشوف حد بقى بالعربي ممكن يكون مبسط الدنيا عشان هو كورس صعب معايا. اه معاك. وهكذا بقى، يعني طول ما انت ماشي في الطريق وهكذا. اه العربي بيساعد، لسه الكونتنت بتاعنا بسم الله ما شاء الله في ازدياد، وكل الناس بتحاول كونتريبيوت. انا بحاول اكونتريبيوت، وناس احسن مني بكتير بتحاول تكونتريبيوت للكونتنت العربي. فالموضوع جاي اللي هو ان يبقى في كونتنت عربي الكواليتي بتاعته حلوه وفعلا بيفهمك، ومش محتاج تبص الكونتنت الاجنبي. بس عموما هي فكره العلوم عموما ما ينفعش تتاخد من فوق كده. العلوم عموما تتاخد من الاصل، فاهم حاجه؟ لو تاخد اصل المعلومه من السورس بتاعها، من المنبع بتاعها. ليه؟ ممكن حد بعديه يشرحها كويس يعني بقى غير المنبع، بس انت عرفت المنبع. فدايما يبقى المنبع وحاجه، منبع وفاسيليتيتور سميها كده. ماشي، يلا بينا. لو عايز تفولو اب وتقاطعني بالمناسبه يعني في الفري عادي، يعني انت لو جه في دماغك سؤال واحنا لا، بنتكلم ما دوس. الفكره ان انا بنسى ساعات السؤال وحضرتك بتكمل فاجي اقطعني، بعد اقطعني خلاص فعلا. ماشي. اخدت البريميشن كده لا لا اقطعني. تمام. واحده بتقول المواد الكليه والدرجات معايا تمام والجي بي اي كويس جدا الحمد لله، بس انا كمجال مش حاسه يعني، مش حاسه بحاجه وفكره الشغل برضو، فممكن تقول لي استغل المجال ازاي؟ هي كده عندها حاجات كويسه وحاجات وحشه. بص، اولا احنا بنشتغل عشان نجيب فلوس. الفلوس دي تساعدنا ان احنا نعيش حياة افضل، صح؟ صح. متفقين. اكيد. جزء طبعا من ان احنا نشتغل شغل يجيب فلوس تساعدنا نعيش حياة افضل، هو ان احنا نشتغل شغل بنحبه، فنعرف ان احنا نطور فيه. هل ده لازم؟ مش شرط، واخد بالك؟ يعني الناس اللي سبقونا، مش قصدي سبقونا ماتوا، انا قصدي سبقونا اللي هم اشتغلوا في المجال واشتغلوا بره المجال. وبص حواليك، بص على اهلك، بص على اهلي، بص على اي حد، هو ممكن يكون بيحب الموضوع بس مش لدرجة اللي هو شغفه فيه، فاهم قصدي؟ ما جابش، لا، مش لازم كده. و... واصلا الموضوع ده معقد جدا، يعني فكرة ان انت تحب حاجة او تكرهها دي معقدة جدا. ليه؟ لان انت طبيعي لو الحاجة في الاول صعبة ان انت تكرهها، ومجالنا ده صعب جدا، واخد بالك؟ او من المجالات الصعبة. انا افترض على كل المجالات صعبة طبعا، انا بتكلم ان مجالنا صعوبته باينة في الاول، واخد بالك ازاي؟ انت وخصوصا باينة في الكلية، يعني مش ممكن ما تبانش في السوق على فكرة. يعني انت في السوق ممكن تبقى اللي هو دخلت قشطه الدنيا بسيطه يعني، وبنعمل ايه هو كومبوننت وبنريوز وبتاع والدنيا حلوه، فاهمني؟ بس العلم نفسه بتاعها تقيل. يعني انت لما تيجي مثلا تذاكر حاجه زي داتابيز سيستمز، والكتاب بتاع المصري ده اللي كان بيشرحه الدسوقي، الكتاب بتاع المصري ده وده اللي احنا كنا ايوه. بناخده في الكليه. يا عم انا الكتاب ده كنت بقرا فيه دماغي خلاص بتسخن من هنا، فاهم؟ ف والله بجد. ف... فهي الفكره بقى في كده. الفكره في ايه؟ انه انا دلوقتي كنا بنقول ايه يا رب؟ اه الفكره دلوقتي في انه مش لازم تحبه 100%، وبالعكس الحب ممكن يجي بعدين معايا. يعني انت ممكن يكون، عشان كده بقول لك ما تحكمش على حاجه بدري. ليه؟ ممكن يكون عدم حبك للمجال معين ده نابع من صعوبه المجال، هو كيرف كده، فاهم قصدي؟ فهي الدنيا اه صعبه في الاول، فاللي بيحصل ايه؟ ان انت بتكرهه طبيعي، حاسس ان انت فشول ولا عارف تذاكر ولا عارف تشغل الكود ولا عارف تعمل اي حاجه، فاهم قصدي؟ ايوه. فده بتحس ان الموضوع مش بتاعك، ده طبيعي. بعدها اللي بيحصل ايه بقى؟ انت بتبتدي تقلد. دي السايكل بتاعت التعلم. انت بتبتدي تقلد، اللي هو عمل الكود كده فانا هقلده واعمله زيه. بس مثلا هقفل التاب فانا هكتبه انا، فانا كده فاهم اللوجيك، فاهم ازاي؟ صح. بعد كده تبتدي، لا انا عايز بقى جو اكتر من كده، انا هبتدي انا اعمل انا حاجه. هعمل سايد بروجكت
بالحاجات اللي انا اتعلمتها دي. انا اتعلمت ازاي كاريت اي بي اي، وهو في الكورس كان بيكاريت بيعمل اسمه ايه ده، بوك اب. فانا هعمل نفس الفكره، بس هتبقى مثلا اي فكره تانية غير البوك. فاهم قصدي؟ وهزود اه فيها فيتشرز فاستغل الحاجه، فانا كده بتعلم اكتر. في الفتره دي انت بتبتدي تحب الموضوع. عشان كده انا بقول لك ايه، انت ادي نفسك 3 شهور. ليه؟ لو انت ال3 شهور دول انت واخدهم كل يوم حرق بحرقه، فاهم قصدي؟ صح ربنا هيكرم. هتعرف الحاجه دي بتاعتك وحاببها ولا لا، او فعلا. هتحبها ولا لا، او عندك مشكله تشتغل فيها ولا لا. معايا؟ بالظبط معاك. فما تخليش ده عقبه، يعني ده ما يخليكش تقف في اي حاجه. يعني انت مكمل في طريقك عادي حتى لو مش بتحبه، واخد بالك؟ وبتقعد تكسبلور. وبالمناسبه يعني اي اكسبلورد ا لوت. يعني على سبيل المثال ولا الحصر، انا من ضمن اكتر المجالات اللي بحبها حتى لغايه دلوقتي، وده يمكن هو اساس كل اللي انا بعمله على جنب بقى، اليوتيوب تشانل والبودكاست والكلام ده كله، وحتى الاوبن سورس بروجكتس اللي احنا بنشتغل عليها ذا جونيور وغيره. هو انا بحب البرودكت مانجمنت، بحبه فعلا، حب يعني. this is my passion. خد بالك؟ بس هي الفكره في حته مش عايز اشتغل فيه. انا مش عايز ليه يبقى ده؟ هو الدي تو داي بتاعي. مش بحبه من شرط. بعيد كده بس. لا تحبه مش من بعيد، انا بحبه وبطبقه. الاتنين يعني، بحبه وبطبقه، بتعلم فيه وبطبقه الاتنين. بس انا مش عايز اشتغل فيه، مش عايز يبقى هو الدي تو داي جوب بتاعتي. واخد بالك؟ انا بكلمك على انا دلوقتي. واخد بالك؟ ليه؟ قد يكون ده ما فيهوش الخير ليا، قد يكون انا ما احبش الدي تو داي لايف ستايل ده. فاهم قصدي؟ انا احب اللي هو لا، احنا عندنا فكره، تعالى نشوف ازاي هننفذها وازاي هنطورها وازاي نحسنها. فاهم قصدي؟ ده انا معايا. ف فده مثلا ده باشن رهيب اهو، مش لازم يبقى شغل. يعني انت فاهم الفكره؟ مش لازم صح يبقى صح. شغل خالص. انت ممكن عادي، انا بقى بحب الباك اند جدا برضه على فكره، بحب السوفت وير، يعني انا بحب السوفت وير فعلا. واخد بالك؟ يعني انا من جوه كده هتلاقيني ايه، متقسم 3. واخد بالك؟ سوفت وير، برودكت، واسمه ايه ده، وميديا. مم. 3 دول، أيوة بالظبط. دول ال3 بتوع احمد اللي جوه. واخد بالك ازاي؟ هو ده عبارة عن 3 functions. ايوه 3 فانكشن كده، بالظبط كده. ميديا اللي هي الحاجات بقى اللي احنا بنعملها على يوتيوب والبودكاست والسبيسز والكلام ده، وايفنتس والحاجات دي كلها. و... والحته التانيه بتاعت البرودكت ان احنا بنبني برودكتس في وقت فراغي. وفي نفس الوقت الحته التالته ان احنا ايه، بنحب السوفت وير فبنشتغل فيه. فاهمني؟ بس فنموف نيكست بقى. آه، تمام. واحدة بتقول أنا عندي 15 سنة، أبدأ إزاي برمجة؟ ممكن نقول دول طلاب، بس طلاب صغيرين شوية. حلو، حلو جدا. انت عندك 15 سنه، دي حاجه حلوه انت عايز تبداي برمجه. انا انصحك قبل ما تبداي برمجه لازم تهتمي بالانجليزي بتاعك جدا جدا. انت لسه صغيره فمعاكي وقت، واهتمي بالانجليزي بتاعي. لازم تبقي بتعرفي زي ما قلت لك تشوفي فيديوز بالانجلش تتعلمي منها كويس، تقري كتب بالانجلش تتعلمي منها كويس. وبعد كده نروح بقى للحاجات الاعلى شويه، اللي هي مثلا زي باقي ايه، باقي الكلام انت تتكلمي بالانجليزي. وبعدها في حاجه كمان بس انا نسيتها. هم 4: في listening reading writing writing speaking. speaking. فهم دول تمام. اهمهم اه طبعا. ان الليسننج تبقى انا بسمع انجليزي بفهمه، او بقرا انجليزي بفهمه. ده المهم جدا في مجالنا، الاتنين دول. صح. واخد بالك؟ سبيكنج ورايتنج يعني ممكن نطورهم بعدين. فالمهم، فدول اهتم بيهم جامد قوي. حاولي تجيبي مجموع حاسبات، دي اهم حاجه. لو فدي لازم يبقى ده هو الهدف عندك، ان انا هجيب مجموع حاسبات واخش حاسبات. لان غير كده تضييع وقت طالما انت عايز تتعلمي برمجه فعلا. حلو، وانا هنا مفترض ان انت فعلا عايز تتعلمي برمجه. حلو. أم... انا بالنسبه لي اي حد لسه صغير وعنده وقت، سي اس 50 without any يعني discussion. ليه؟ ده عباره عن كورس لحد ما يعرفش يعني ايه سي اس 50. سي اس 50 هو كورس تبع هارفارد يونيفرسيتي.
جامعة هارفارد، عن مقدمة في علم الحاسب، Introduction to Computer Science. هو الكورس ده بيبتدي بالراحة. استحمل على نفسك، عيده مرة واتنين، حاول تطبق معاه. هتلاقي الدنيا حلوة. الكورس كل متاح البروبلم فري. سيتس. حاول تحل بروبلم سيتس. البروبلم الكورس متاح فري. المحاضر شرحه تحفة. دي البداية. ايه بعد كده؟ لا، تعالى نتكلم بقى. يعني خلص دي وتعالى. اوكي، يلا. تمام. في سؤال حاسه في العموم شوية، حد بيقول لو واحد شغفه كبير لكن ضغوطات الحياة والكلية مش مساعداه إن هو يحقق حاجة أو يتعلم مهارات جديدة أو يجيب درجات حتى في الكلية. يس. بص، هو احنا هنا بنتكلم عن حتة مش تكنيكال، بس انا هتكلم فيها شوية. انت لازم تبقى عارف ايه ضغوطات الحياة. one of the problems اللي الواحد كان بيقع فيها كتير وستيل بيقع فيها، ان هو مبقاش محدد ايه هي الضغوطات اللي هو فيها. فيبقى حاسس ان هو دايما في ضغط، هو فعليا ممكن ما يكونش في ضغط ولا حاجة. انا هنا بفترض سيناريو، انت ممكن يكون عندك مصايب، ربنا يكون في عونك، دي حتة تانية. خد بالك ازاي. بس انا قصدي انت لازم تحدد ايه اللي ضاغطني عشان اعرف احله. فاهم لو انا مش عارف ايه المشكلة مش هعرف احلها. فانا مثلا عارف ان انا مثلا، خد بقى اي مثال. يعني انا المقصد من الموضوع ده، هتعرف المشاكل ايه اللي ضاغطني، هعرف احله. لكن انا فضلت اقول انا مضغوط انا مضغوط انا ما عنديش وقت انا ما عنديش وقت، هيفضل طول عمري ما عنديش وقت، وهيفضل طول عمري مضغوط معايا. فاهمني. فمثلا ممكن يكون اللي ضغطك ان انت عايز تشتغل دلوقتي بالمناسبه. فانت مش عارف تتعلم مثلا برمجه. ليه؟ لان انت كل يوم هدفك انا ازاي اخش شركه. وده مش هينفع لان انت مش هتخش بكره. يعني فاهم الفكره. مثلا على سبيل المثال، انت حاشر نفسك في حاجات كتير قوي في نفس الوقت. فانت ممكن تكون محتاج تقلل. هل فعلا الحاجات دي كلها ما اعرفش اقطع منها اي حاجه؟ ده سؤال. وساعات اجابته بتبقى مخيفه. يعني انت ساعات لما الواحد بيقعد مع نفسه كده، هو انا المفروض اسيب الشغل؟ يعني انا دلوقتي جاي لي شغل، انا دلوقتي جاي لي شغلانه فريلانسايه مثلا، بس انا مش عايزها او مش مناسبه معايا، هتعمل لي ضغط مثلا، اسيبها؟ سيبها، تعمل لك ضغط سيبها. هي بقى على الحقيقه الموضوع اصعب من كده بكتير. ليه؟ لان انت مثلا انت بتقبض اكس، وظروفك محتاجه مثلا اكس وشويه، فانت جاي لك الفريلانسيه دي. فانت بتخش الموضوع بتقول مثلا ايه، انا هاجي على نفسي وهطور نفسي ومش عارف ايه وهاخد الفريلانسيه، صح؟ صح. بعدين تيجي في النص تلاقي الموضوع ابتدى يحط عليك مثلا ضغط. طب يا ابني، هو انت محتاج الضغط ده؟ طب ما انت مثلا مش اللي انت محتاجه اكس ونص وانت بتقبض اكس. طب ما انت ممكن تجيبهم على شهرين يعني. أيوة فاهم. بالظبط. انت ليه ليه وكده حاطط كده نفسك في كده؟ كده كده جايين. كده كده اللي جايين. هو آه، فاهمني. فكرة في الوقت بس. فهي على ارض الواقع انا عارف ان الحاجه احنا دماغنا شويه رخم. فما تخليهوش ان هو يقعد يتريك يو كده. بالذات في حته البريشر. في بريشر، طب انا مضغوط، انا مضغوط من ايه؟ اول سؤال، انا مضغوط من ايه؟ ورايا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. جميل. فاهم قصدي. ونكسر ونقعد نكسر. حلو. واستعن بالله يعني. كمل. في واحد داخل على طمع وبيقول لك انا سوفت وير انجينير وعاوز اشتغل في تاجر وانا طالب. والله الشباب بص، ده. بالمناسبة يعني بمناسبة الكلام عن تاجر، شاوت اوت لتاجر. تاجر if you are watching this I love you guys. المهم، تاجر. يا تاجر انا صاحب احمد اشرف. تاجر is تاجر is like one of the best environments I have been working on لغاية دلوقتي. ما شاء وانا الله. اشتغلت في شركات كتير. يعني انا ممكن اكون بنتكلم، ان انا مثلا سنتين ونص بس، او سنتين ونص داخل على ثلاثة. بس خلال الفترة دي انا رحت كذا شركة، فانا كنت شفت كذا environment. one of the best technical environment work environment ومتاجر. ده بجد. مش عشان انا شغال هناك، ده بجد بجد. يعني وده سبب على فكرة ممكن يخليك تستحمل حاجات كتير. يعني عارف، انت قدام في الكارير ان شاء الله،
ويمكن البودكاست ده لو استمر يبقى ممكن نبقى نتكلم عن حاجات زي كده، انه having a good manager is essential. فاهم قصدي ازاي؟ و with a gift معايا. ففكره ان و having a good team و having a good colleagues اللي هم الناس اللي انت شغال معاهم. اتفضل اقول. المانجر هنا مثلا كمنتور، يعني حد بيساعدك، حد بيقول لك تعمل كذا تعمل كذا، يكون فاهم يعني الدنيا. ده بارت من شغله. اه بالظبط. بس انا بتكلم على الريليشن شيب. اه ريليشن شيب ان انت حاسس ان انت مرتاح، productive، بتخلص الشغل اللي انت عايز تخلصه، بتفيل باورد. فاهم قصدي ازاي؟ فاهمك. اه بتفيل انجيجد، بتفيل ويلكمد، اي رأي انت بتقوله مرحب بيه ونتناقش فيه. فاهم قصدي؟ التايب من الانفايرمنت ده قليل قوي ان انا عديت عليه. يعني انا بقول لك انا اشتغلت اولموست مثلا 4 5 شركات قبل تاجر. فاهم حاجه؟ لا مش للدرجه دي، استنى ادي انت في الكليه اشتغلت في كام شركه؟ 4 شركات. فين وانا في الكليه؟ لا مش وانا في الكليه، هجي لك في الكلام. فانا 4 شركات قبل اه تاجر، وهم اه بصراحه لا جامدين جدا. وكتكنيكال وايز السيستمز جوه حلوه قوي، والانجينيرز جوه حلوين جدا. يعني انا بتعلم هناك كتير قوي كل يوم بصراحه. ان شاء كنت الله. بتقول اشتغلت كام شغلانه من وانا في الكليه. اه انا وانا في الكليه اول حاجه يعني انا كنت عايز اشتغل. هي دي النقطه بتاعت الاستريس اللي احنا كنا بنقول عليها. انا كنت حاطط على نفسي ستريس رهيب ان انا عايز اشتغل. ما كانش في اي نيد. يعني انا كنت طالب، اهلي بيدوني مصروف، الدنيا تمام، مفيش اي مشكله. واخد بالك؟ هم مش طالبين مني ان انا اشتغل. هم طالبين مني ان انا اركز في دراستي واركز في الGPA بتاعي. واخد بالك؟ واجيب لهم درجات كويسه، والشغل كده كده جاي بعدين. وانا مش شايف ده قدامي بقى. انا اللي هو حمار عامل كده. وايه؟ انا عايز اشتغل عايز اشتغل عايز اشتغل. فاهم ازاي؟ عايز فلوس. عايز فلوس. كان اه معايا. لا انا يا اه ريته ان انا عايز فلوس. فلوس انت تجيبها بنفسك يعني. حرفيا. فده اه طبعا يعني ايه، ده طبعا كان تفكير اهوج لاحمد من الماضي. ولكن اه كنت عايز اقول لك ايه، ولكن ولكنه نجح يعني، لا لا ما لا فضلش لا. تفكير بس. يعني بص في ناس بتفكر هي تشتغل وما بتشتغل. هقول لك على حاجه. يعني خلينا نرجع للنقطه بتاعت دي، افتكرها بس نقولها في الايه في الاخر. انا تمام. اول ما فكنت بسعى كتير قوي. وانا كنت بقى ايه، رئيس مراجيح مولد النبي زي ما بنقول كده، اللي هو كنت يعني في الستودنت اكتيفيتيز وكده. فالله يمسيه بالخير، صديقي وحبيبي، واحد اسمه مؤمن عماد. كنت في مره ببعت له بالليل، والله العظيم بالليل على اراوند 2 3 بالليل، بقول له انا حالتي النفسيه وحشه قوي وبدور على شغل، واي شغل اي شغل. خلي بالك انا ساعتها ما كنتش عايز اشتغل تكنيكال. كنت عايز اشتغل عموما. اي حاجه. اه اي حاجه. اه. فقال لي والله العظيم شوف الساعه 2 بالليل، عشان هي دي النقطه بقى اللي احنا ممكن نجي لها، لان الفرص فين. شاوت اوت لاحمد محمد ابو النجا نجاتي. محمد ابو النجا نجاتي. ايوه. اه الفرص فين. انه حاجه من ضمن الحاجات. او والله اقول لك لقطه ماركتنج حلوه. انت اللقطات اللي احنا بنعمل فيها شوت لحد دي هتنزل مفصوله بعد الحلقه ما تنزل، ومنشن ليهم. اسمع مني يعني، اسمع مني يعني مثلا الحته بتاعت تاجر أمم. هتنزلها ومنشن لتاجر. نزل. الحته بتاعت ابو تمام. النجا كذا وكذا. ليه؟ عشان الناس دي حلوه. ف they will interact. فاهم قصدي؟ تمام. المهم، فكنت عايز اقول لك ايه يا سيدي، نسيت. الساعة 2 بالليل لما كلمت الساعه صاحبك 2 اه. بالليل قمت جاي اه مكلمه. فبقول له الموضوع ده، فقال لي بقول لك ايه، انا اعرف حد كده ممكن يشغلك في امازون. هو كان ساعتها شغال في امازون كاستمر سيرفيس. فقلت له امازون؟ قال لي اه والله امازون 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 بتاعتنا. امازون وامازون الامارات كمان. ان قلت شاء له الله. يلا. فروحت، هي كانت شركه اوت سورسنج يعني، اللي هي شركه بتعين لامازون، وانا كنت تبعها. تمام. رحت طبعا امازون هم اللي بيعملوا لك انترفيو انجلش وسوفت سكيلز، بيرسوناليتي وبس. شفت بقى؟ ده هياخدنا النقطه بس بس بعد شويه.
اهميه الانجليش. اهميه الانجليش دي نقطه، سوفت وسوفت سكيلز دي سكيلز. نقطه، وان الفلوس لا ممكن تيجي بطرق كتير. يعني خلي بالك، انت البرمجه دي، ما هو زي ما قلت لك في اسهل منها. يعني انت يبقى عندك ايوه انجليش فاهم. كويس، وان انت يبقى عندك بيرسوناليتي. انا دي كانت معايا من قبل الكليه، فاهم قصدي؟ فانت ممكن يبقوا ايوه معاك في اولى كليه، دول مش اختراع خالص، لا دول البيسك ريكويرمنتس، فاهمني؟ وهتجيب فلوس. وعلى فكره انا ساعتها كنت بجيب فلوس حلو، خد بالك. ف رحت وعملته الحمد لله، عديته بتاع. ساعتها كانت ايام الكورونا. فانا كنت داخل يا سيدي من باب ايه. انا كنت داخل بصراحه، كنت داخل من باب ايه؟ فلوس حلوه، وهشوف المانجمنت. انا ساعتها كنت بقى انسان ايه، مهووس بالبرودكت. فالبرودكت مانجمنت داخل فيه حته كده مانجمنت، وحته ماركتنج، وحته بيزنس، فاهم؟ وحته تيم. فداخل فيه كده حاجة. فانا ساعتها كنت مهووس بالكتاب بالموضوع ده. وكنت دايما ايام ساعتها كنت بعمل البودكاست بتاع MS كاست وبقى فاهم، ماسك بقى البرانش بتاع الماركتنج كله تحتي. رئيس مالك احمد النبي جامد بقى، فاهم ازاي؟ على الاخر. بالظبط. MFO. المهم، اي حاجه بثلاث حروف. MOO ماركتنج اوفيشال اوفيسر. حضرتك انا ماركتنج فايس بريزيدنت. المهم، ف اللي حصل ان انا رحت هناك يا سيدي، جت ايام الكورونا. فده كان من ستر ربنا، بقيت بشتغل من البيت، ادوني جهاز وكنت قاعد بشتغل من البيت، وماشي الدنيا كلها من البيت. ساعتها اكتشفت ان انا ممكن ما انزلش كليه عادي، وان انا عندي طرق تانية ممكن اتعلم بيها يعني. فقبلها كنت بحضر في الكليه بس. ف والموضوع كان بالنسبه لي مرهق، لان انا كنت بروح من شبرا لحلوان، ساعتين ونص رايح، ساعتين ونص جاي. انت ما فيش يوم تقريبا يعني، انت بتروح تنام ترجع، تروح تنام تاني. فكانت بالنسبه لي لايف سيفنج جدا موضوع الريموت ده. وحوار كورونا لما جه، الحمد لله انا من الناس اللي استفادت بالكورونا جدا، الحمد لله. بس لا جت على الطبطاب قوي بقى. يعني انا الGPA بتاعي زاد مم. فيها دي. ما شاء والله الله. العظيم، يعني انا وانس ان انا اشتغلت، كان عندي شغل وتو اس مم. ايز انا فيهم، و واسمه ايه ده، والمذاكره، وجبت GPA عالي، سبحان الله. الطالب الذي احرز هاتريك، او الطالب سوبر هاتريك الذي كمان. الطالب الذي سوبر احرز هاتريك، هاتريك. صحيح. المهم، ف... فده كانت اول شغلانه. كانت حاجه اسمها SDS، شيبنج اند دليفري سبورت. ده اللي هو مش في كاستمر سيرفيس، في حد وراه بقى بتاع الدليفري، مشاكل الدليفري. فانت بتفتح بقى السيستم بتاع امازون، تحفه بصراحه. وفي ايه بقى، تقعد تشوف الراجل فين، وتتصل عليه وتقول له مش عارف ايه، وتمشيه فاهم حاجه كده، دليفري سبورت. المهم، حصل ايه بقى بعديها يا سيدي؟ اطول ما اطولش عليك واقول طول رحت طول يا كبير طول. يعني بص، الله يمسيها بالخير، هي عملت معايا حركه مش لطيفه، بس يعني الله يمسيها بالخير. دكتوره كانت عندنا في الكليه، قالت لي تعالى وبتاع. كنت برضه انا بحاول اسعى، يعني ان انا ايه، سبتها ليه؟ سبتها بعد 4 شهور ليه؟ عشان حسيت انه زي ما قلت لك، انا خدت اللي انا عايزه. اول حاجه يعني انا الانجليزي بتاعي فعلا اتحسن ساعتها جامد، ولان كنت دايما بتكلم انجليزي وبكتب انجليزي الاثنين، فدول اللي كنت عايز اشتغل عليهم يعني. ف فدايما فحسنت اول حاجه الانجليزي بتاعي، وفهمت الدنيا شغاله ازاي جوه السيستم اللي انا شغال فيه او جوه امازون. فخلاص ما بقتش عايز حاجه، وانا مش في نيه الفلوس، فليه الضغط، فاهم قصدي؟ اي كويت. ف بس كنت عايز اشتغل بقى في تكنيكال، يعني انا سبتها عشان اشتغل حاجه بقى في مجالي، في سوفت وير. مش عارف اعملها ازاي، بس يعني ده القصه. من هنا لهنا كان في دكتوره عندي في الكليه. يعني قد يكون بقى يعني مش عايز فاهم، مش عايز اتهمها في نيتها يعني، بس هو الموقف اللي حصل معايا مش ظريف. المهم، فكانت هي عندها يعني، ما علينا. كان قالت لي تعالى، تمام. فروحت، والدنيا كانت ويلكمنج في الاول وبتاع، والدنيا حلوه والدنيا جميله، بس اي واز لايك اللي هو ايه، كنت متحمس جدا وقاعد بتعلم ومتحمس جدا وشغال ومش عارف ايه. عارف انت الحماس البدايات، واحنا شباب بقى بنبقى سخنانين جدا. ايوه انت متخيل انت طالب في تانية ولا في تالتة يعني، وجات لك فرصة حياتك بقى تشتغل مع الدكتورة في الكلية، فاهم؟ وعندها شركة كده. طب. بعدين فجأة عملوا لي شادو بان. يعني كل الموظفين ما بقوش يردوا عليا، وهي ما بقتش ترد عليا، وخلتني اشتغل ريموت شوية في الاول، وبعد كده الموضوع
فما فهمتش. خلاص. اللي يعني هو فاهم الطريقه ما كانتش الطف حاجه، فاهم. بس دي كانت تاني تجربه وده مثال يا شباب على الباد انفايرمنت. قلنا قلنا مثال على الجود انفايرمنت تاجر. ايوه ف يعني لا بجد، يعني مس... انا لو قابلت الدكتوره او اه اتكلمنا في اي وقت من الاوقات، او ممكن ان هي لو شافت البتاع ده تبقى نزله على الفيس بقى، نزل البتاع ده على الفيس، نزل اللقطه دي على الفيس تبعتها وانا لي نعمل لها وانا منشن. اشيرها ان عندي عشان انا شايل في خاطري. اسمه ايه ده، لو شافتها بعد السنين دي اي وندر ليه هي عملت كده، ليه الاتيتيود ده حصل يعني، فاهمني. حتى لو الشركه ما عندهاش كباسيتي ان هي مثلا تدفع لي مرتب او كذا، كان في مليون طريقه احسن من الطريقه الوسخه دي. الطريقه هي الوسخه، حلو. ايوه ايوه. ف بعدها بقى يا سيدي تقوقعت في البيت، وقعدت اقدم. وانا واحده من ضمن الاغلاط اللي انت ممكن تسالني عنها، ايه بقى؟ ايه بقى يا كبير؟ طريقك للشغل في الكليه معتمد بشكل اساسي على النتورك بتاعتك. وانا بقى كنت غير كده، يعني انا اي ريلايزد ده متاخر شويه، ان فكره ان انا ايه، اقعد اكلم الناس اللي انا اعرفها، صحابي في كليه، فاهم قصدي. دي نقطة مهمة انا قوي. بعمل انت كده، انا بتنسى. بعمل كده. لا انت يعني مثلا انا كنت بنسى اللي هو ايه، انت بتكلم ناس بره، بتكلم ريكروترز، بتقدم بتاع، وبتنسى ان انت حرفيا ممكن رزقك ربنا كاتبه لك في فلان اللي انت هتكلمه، تقول له لو لقيت حاجة قول لي، وهو فعلا بيقول لك تعالى يا معلم، يلا بينا، فاهم قصدي. بالظبط، فدي ايوه كانت نقطة فاهم. مهمة. المهم قعدت اقدم كتير كتير كتير. دخلت بقى شركة. خلينا نقول ان دي اول شركه تكنيكال كده، ولا دي تاني واحده؟ دي وانت اول طالب. واحدة، دي اول واحدة اوفيشن. تمام. الاولانية دي ما اشتغلتش فيها، اشتغلت فيها اسبوعين ولا حاجة، او اسبوع كمان، حاجه قليله قوي يعني. المهم ف... فكنت عايز اقول لك ايه، كان الشركه دي بقى دي ضحك الضحك، دي ضحك الضحك قوي. اه والله. كان شركه كهرباء وعندهم سيستم، بس هو ده اللي عرفني على الجافا بالمناسبه. واحد من احلى الناس، من احلى المنتورز، من احلى الكوتشز، من احلى الصحاب، هو اللي كان عامل لي انترفيو، بس هو كان ماشي، فاهم قصدي. بس المكان علمني شويه حاجات، واخد بالك. مم. بس هي الانفايرمنت كانت وحشه جدا، والاهم من الانفايرمنت ما كانش، يعني ما كانش بالنسبه لي فرق الانفايرمنت. انا بعافر عادي يعني، الناس اللي بتعافر. بس كان بالنسبه لي فكره ان انت ما تدينيش مرتب شهرين ده صعب يا اسطى، فاهم. يعني انا ايوه طبعا. فاهم. ف سو جاستيفايد ان انا مشيت. بعدين رحت بقى شركه من احلى الشركات اللي انا اشتغلت فيها. يعني انت لو تيجي ترتبهم لي، انا عندي تاجر وبعدين الشركه دي، فاهم قصدي. الشركه دي يا سيدي كانت عندها موبايل اب اسمه سي اديوكيشن. الموبايل اب ده يا سيدي بيعمل حاجه زي يوديمي كده وكورسيرا، بس للايه، للطلبه في اعدادي في مصر. كانوا محققين ارقام حلوه وبتاع، برودكت ظريف وناس ظريفه جدا. وبرضه اعرف ناس من هناك حلوين قوي يعني، وراحوا يشتغلوا برضه في شركات حلوه وكده. كنت انا رايح اصغر واحد. الكلام على ايه يا جدعان، كان لسه ستارت اب شقه في المعادي. يلا بينا. كنت انا ساعتها بقى عارف شويه في اللغه اللي انا شغال بيها، عارف شويه في الفريم ورك، مظبط نفسي شويه في البروبلم سولفنج. دخلت الانترفيو، اداني مسألتين، اداني 3 مسائل حليتهم الثلاثه. لا مش ما شاء الله، هو الفكره كلها ان هو ده ستر ربنا. يعني انا حرفيا يوميها الصبح بشوف تو صم فيديو، دخلت لقيتها، يعني فاهم. ده ليترلي. والتانية كنت حللها قبل كده من كام يوم. يعني هي ستر ربنا بيبقى رهيب في الحته دي. انا في البروبلم سولفنج، لو انت بتتابع اللايفز اللي انا بعملها دلوقتي، انا مستواي اتحسن كتير الحمد لله. بس هي الفكره كلها ان انا ما كنتش كده، وستيل مش ده الليفل اللي انا عايز اوصل له يعني. المهم ف كانت بقى من احلى الشركات، الستايل هناك بتاع الشغل كان ظريف وكده. كان في كام حاجه مضايقاني يعني، بس كنت ايه اللي هو تمام. بعدين حصل لي ظرف صحي، فما قدرتش ان انا اكمل معاهم. وكان برضو وقت مشروع التخرج وكده، فكملت بقى مشروع التخرج. وبعديها بعد مشروع التخرج شفت حوارات الجيش وحوارات الخطوبة يعني. وبعدها يا سيدي اشتغلت فين؟ في شركة اسمها قيمة.
شركة جميلة، الناس هناك لطيفة. يعني ما اقدرش اقول اكتر من كده عشان صحابي هناك لغاية دلوقتي. فالمهم، بس اه ف دي نقطة. النقطة التانية يا سيدي انه بعدها بقى رحت تاجر. and تاجر is amazing man. I love them. يعني انا في تاجر من شهر 10. كده هنقص اكتر من فيديو. انا في تاجر من شهر 10. خلي بالك تاجر يعني كان في مرة تاجر. انا تاجر اصلا، يعني اللي عمل لي ريفيرال هناك هو صديق عزيز يعني ليا، اسمه معاذ. فمعاذ من الناس اللي انا بحبهم جدا يعني على المستوى الشخصي. آه، وافتكرني بعد سنة. يعني انت فاهم الفكرة. يعني انا كلمته في ان انا عاجبني الموضوع، ولو في فرصة ومش عارف ايه بتاع. كلمته على اساس ان هي فرصة برودكت، بالمناسبة برودكت مانجمنت. فهو جالي بعد سنة. برضو. والله بجد يعني ستر ربنا الاوفر اتلغى. واخد بالك، اتلغى في وقت كريتيكال جدا. كنت انا خلاص سبت الشغل التاني. بس هم دخلوني هايرنج بروسيس باك اند و... وعديت فيها الحمد لله. فاهم قصدي؟ ف they care about الناس اللي هناك. اي نعم، يعني فاهم هم مش بيهايروا كتير. بس هم لا، التيم هناك حلو جدا يعني. واحلى حاجه ان انت بتشتغل يعني مع ناس من different cultures. يعني احنا معانا ناس من الهند وناس مش عارف بقى من اماكن مختلفه. فانت فاهم كل واحد بيبرنج الاكسبيرينسز والكالتشر بتاعته. فحاجه لطيفه يا قوي. عظيم. فلو تعرفوا حسن ابراهيم كان شغال هناك فتره من الفترات يعني. ف ما اعرفوش بصراحة، بس بدور حسن احب ابراهيم من اتعرف. الناس الكويسه جدا، دور عليه. هو دلوقتي ستاف انجينير في طلبات يعني. اخر بوزيشن اعرفه عنه. الناس اللي لطيفه جدا يعني. تمام. وعامل برضو مشارك حاجات كويسه وكده، فهو لطيف. المهم، فنرجع لكلامنا. اشتغلت في تاجر من شهر 10. I love them till now. I love them الصراحه، وعاجبني جدا الشغل معاهم. بحب الشغل معاهم. بحب اللي هم بيعملوه. بتعلم كل يوم. بس ده literally ده ستوري في الشغل. بعمل بقى حاجات تانية كتير قوي جنبها يعني. المهم نرجع للأسئلة عشان من ايه. ما كفاية يا جماعة نحكي عن حياتنا الشخصية انا ونركز في انا عاوز اقول لك ان احنا ما كملناش غير حوالي مثلا 5 6 اسئله، وهم اكتر من 50 سؤال. طب يلا خلينا احنا خلينا ممكن خلينا يعني. اقسمها على كذا لا بارت لا، كمل على كمل. البودكاست. كمل. تمام يس. ماشي. أم، كان كمل انا معاك لحين ان يحين اي حاجة تانية. المهم. طب ممكن تقول للي قال لك ده اللي هو عاوز يشتغل في تاجر، ايه الحاجات بس اللي انتوا بتركزوا عليها في الانترفيو، حاجات كده يعني، فاهم؟ تيبس اند تريكس كده اكسكلوسيف بص، اهم حاجة اهم عندنا في حاجة اهم البودكاست. حاجة اهم حاجة انت تبقى الفاندمنتالز بتاعتك كويسة. يعني ايه fundamentals؟ what I mean by fundamentals، احنا بنتكلم object oriented. آه كويس قوي object oriented. كويس قوي on a level of design. database design. object oriented design. system design. لو انت تعرف. واخد بالك. طبعا يعني المختلف في تاجر برضو. انا عايز اقول هنا النقطة ان انا قبل ما جوين تاجر، فكان الشغل بتاعي هناك. الشغل اللي قبل كده كان انا شغال جافا سبرينج. وانا دايما كنت obsessed يعني I was like really obsessed with the idea of software engineer. I'm software engineer. I'm not a backend developer. I'm not a Java developer for example. فاهم قصدي؟ ف فهم بيعملوا الحتة دي كويسة. يعني انا كنت داخل لهم بقول لك جافا سبرينج. they use كوتلين سبرينج اصلا. ولسه بينقلوا لها كمان. وبيستخدموا تايب سكريبت ونود. فاهمني؟ فكانت حاجات مختلفة جدا عني. ما اتعاملتش معاها قبل كده. يعني انا عمري في حياتي في الفترة اللي فاتت كنت اتعاملت مع داتا بيزز مختلفة مثلا. اتعاملت في مايكرو سيرفيسز اركتكتشر. اتعاملت في سيستم مونوليثيك. اتعاملت في حاجات زي كده. بس بس ما كنتش اتعاملت اللي هو سيستم كبير مبني بحاجة انا ما اعرفش عنها حاجة. يعني تايب سكريبت دي انا ما اعرفش عنها حاجة فعلا. فاهم؟ بس هو زي ما قلت لك الفيلوسفي جوه انه we care about the engineering mindset. انت لازم يبقى عندك engineering mindset. يعني انت لازم تبقى انجينير كويس. الكود ده هنعرف نخلص فيه.
ان هو مش المعضله في الكود، المعضله ان انت تبقى انسان جوه برو اكتيف، بتساعد التيم يبقى احسن، بتساعد البيزنس يبقى احسن، بتديليفر كود. ده كده كده، ده كده كده بتديليفر كود، واخد بالك؟ ف... فزي ما قلت لك هم، زي ما قلت لك، وبرضه دي يمكن عشان انا عارف دلوقتي السيتويشن يعني. هايرنج فور جونيورز، انا سألت كذا مرة يعني. ده كمان هو طالب، يعني هو عاوز يشتغل في تاجر وهو طالب، هو في سنة تانية اه برضه يعني زي هايرنج فور جونيورز يعني. از ليتل بيت، يعني ممكن يكون مش دلوقتي، بس ممكن يكون بعد كده. فانا بتكلم على الكرنت سيتويشن يعني. هم they are looking للناس دي. بس زي ما قلت لك، هم بيتحركوا حركات محسوبة كده، فاهم حاجة؟ يعني اللي هو اه اه. يس، بس I love them. تمام. يلا بينا. love you guys. آه، واحد بيقول لك لسه ما بدأتش خالص، أبدأ ازاي؟ بس بعد كده يعني. سي 50. تمام. لو سمحت يا باشمهندس، انا كنت بدأت اساسيات بالسي بلس بلس ودلوقتي داخل بروبلم سولفينج، وبعد ما بخلص مش عارف اخش ايه وخايف يعني. هو بعت رسالة طويلة، المختصر المفيد بتاعها ان هو عاوز بيحب الفرونت اند، فمش عارف ان البروبلم سولفينج هيفيده في الفرونت اند ولا لا. وهو حاليا ماشي في الفرونت هيفيده. اللي اسمه ده في البروبلم هيفيده. تمام. انا بص، ايه رايك في الاجابات المختصره بقى اللي بتجيب من الاخر دي؟ جميلة زي جميلة. الفل. واحدة بتقول ايه الترتيبة الصح اللي اذاكر بيها اي تراك، ويعني ازاي تبدأ صح في اي تراك عموما يعني. احب اقول اجابه مم. صادمه جدا للجميع: ايوه مفيش طريقه صح. ايوه. في ده بجد والله. كل الطرق صح. كل الطرق صح فعلا. يعني اقول ايوه لك على فعلا. حاجه، انت مثلا دلوقتي لو واحد ليتس سي يا عم، هو زي ما احنا كنا بنتكلم في الاول، بيحب يشوف حاجه قدامه. فانا هروح اقول له اسمه ايه ده، اعمل حاجه في الباك اند عشان تبقى بدات صح؟ لا طبعا. فاهم؟ مثلا انا من رايي الحاجه البسيطه جدا: امشي في الاول الجزء بتاع اول سنتين اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده. This is serious fundamentals، واخد بالك؟ دول serious fundamentals. بعد كده ابتدي من اي ناحيه. يعني انت مثلا دلوقتي السنتين دول، ليتس سي انت قلت ايه: بروجرامنج لانجوج، بتحل سيكوال، داتابيز، اوبريتنج سيستم، داتا ستراكشر، صح؟ المواد اللي هم في اولى وثانيه دول، ايوه صح كده؟ بالظبط، ايوه بيسكس فعلا اتش تي ايوه ام ال فعلا. وسي اس اس ونتوركينج. احنا عندنا 7 حاجات ولا 8 حاجات دول، صح؟ ايوه انت خدت بالظبط دول، حطيت فيهم ايفورت كويس اول سنتين، ابتدي من اي حته بقى. ودي بالظبط. يعني رود ماب انا لسه طالع بيها دلوقتي. لطلبه حاسبات. بالظبط. استغفر الله العظيم. لا، في اقبال من كم ناس في سنة تانية تحديدا، اللي هو عاوزين نبقى زي احمد اشرف، الفل. عاوزين نشتغل احنا في سنة تانية. زي الفل والله. تمام. حلو الحماس ده، يعني كيب اب يا جماعه، الحماس ده بجد، لانه الحماس ده هو اللي بيوصل في الاخر. انا عايز اقول لك على حاجه: هما حاجتين في الحياه اللي بيجيبوا اي حاجه في الدنيا، واخد بالك ازاي؟ الدعاء ومعاه السعي. الاتنين دول حلو. مظبوط. فالاتنين دول لازم يبقوا متوفرين عندك. يعني انت لازم يبقى عندك الايمان والدعاء، دول نقطه باللي انت بتعمله واللي انت عايز تعمله، وان ربنا هيساعدك فيه. والسعي الدائم للموضوع ده، انت دايما بتوري ربنا احنا بنسعى ليه. احنا مش بنسعى عشان نوصل الموضوع يعني بمجهودنا. يعني انت لو مقتنع ان انا وصلت اللي انا فيه ده بمجهودي، تبقى عبيط. فاهمني؟ انت مش هتكتب شاطر الكود اصلا. بالظبط كده. بالظبط. فاهم قصدي ازاي؟ فهو سبحان الله والحمد لله على كل نعمه. اللي بيحصل كالتالي: انت بتوري ربنا يا رب انا بسعى اهو، انا جد في اللي انا بعمله، انا جد في اللي انا بطلبه، ساعدني. هتيجي امتى وهتيجي ازاي وهتيجي مش عارف ايه بتاع، فوق، مش هنا. فاهم قصدي ازاي؟ دي حته بس ما ننساهاش، عشان دي حته كريتيكال قوي. يس. جميل. حد بيقول من سنة أولى وأنا بخبط في الكورسات، ده شوية وده شوية، وبعدين يطلع حد على اليوتيوب يقول إن ده غلط. نعم. بعدين مش عارفة أمشي، وشوية بتذاكر بروبلم سولفينج نعم. من أجازة سنة أولى، غالبا سنة تانية. تمام. بتيجي دراسة، بتركز على الدراسة بس عشان عاوزة تهتم بالجي بي اي بتاعها. نعم. حد تاني يعني فاهم، بتيجي في الأجازة بتهتم بالسيلف ستادي، فبتحس إن هي نسيت ده في الوقت ده، فاهم؟ اللي هو 3 شهور أنا شخص، 3 شهور شخص تاني خالص.
تمام. نعم. وبتقول مش عارفة في الوقت ده اللي هو في الأجازة ده لا أنزل فيه تدريب ولا أطبق، ويعني فاهم، نفس الوقت عايزة تطبيق عملي إنها تتدرب. مش حاسة إن الكورسات مش كفاية زي ده، عايزة طب ما تفهم داتا يعني ستراكشر we can وأو بي move we can move forward بحتة ايه يا جماعة. بص انا اقول لك على حاجة. انت عايز تطبق على البروبلم سولفينج، انا مش عارف يعني. ممكن نمنشن الحتة دي سريعا. انا مثلا بقالي دلوقتي 11 يوم بطلع لايف الفجر، واخد بالك ازاي، حرفيا قدام الناس. وده من هدف من ضمن الاهداف، ان هو ايه، انا بطلع مع ناس انجينيرز شغالين في شركات، فاحنا مش طلبة مبدئيا، واخد بالك، ومش بندور على شغل. يلا، واخد بالك ازاي. فور فن كده. بس طالعين، لا مش فور فن. في جزء اه منها فور فن، او بقى في جزء منها فعلا فور فن، وفي جزء تاني منها مهم جدا، اللي هو فكرة ايه ده. آه... قول معايا بسم الله. في جزء منها فور فن، وفي جزء تاني اللي هو فور ذا سيك اوف ان احنا بنتحسن، احنا عايزين نتحسن في الموضوع ده. فانت اعمل نفس القصة. انت يا ستي، انت بنت، اقعدي انت وصاحبتك ويلا بينا نحل. لو ده بيساعدك ان انت تحلي. عايزين نعمل بروجكت، طب ما تعملوا بروجكت. مفيش افكار، لا الافكار على قفا من يشيل. عايزين نذاكر بتاع. انا اتحطيت في نفس الموقف، وكنت بقول عايز وعايز وعايز. الفيصل ما بين عايز وبعمل شعرايه، ان انت تقوم من على الكرسي كده، ان انت تقوم من على السرير تقعد على الكرسي تشتغل. فاهمني. فهنفضل عايزين، ما كلنا عايزين. طب ما انا عايز اظبط جسمي. ها، كل يوم انا عايز اظبط جسمي، مش هتظبط جسمي معايا. بالنسبه نرجع بس للجزء السؤال الاولاني عشان يمكن ما ردتش عليه. تمام. اللي هو ان هي اما بيجي وقت الدراسة بتركز على الجي بي اي، اما بيجي وقت الاجازة بتركز على السيلف ستادي، ولا هو ده باترن كويس، انا انصح به. خصوصا لو احنا بنركز على الدراسه. اصل كلمه بنركز على الدراسه دي كريتيكال قوي. انت بتركز على الدراسه، اقولها لك كده صريحه. خد بقى هتايه تانية اهي. ايوه ان انت ايوه. تجيب جي بي اي 3 ولا 4، ده عبط. يعني ده لو ايه انت ده؟ فاكر نفسك ان انت كده كويس، انت كده تافه في بحر. وديو ريسبكت لاي حد واي جامعه. انا بتكلم في مصر تحديدا، واخد بالك. تمام. ليه المناهج سهله، يو كان كراك ات. احنا دلوقتي عاملين الحلقه اسمها ايه، كراكنج سي اس ديجري ان سي اس ايجيبت، ديجري. صح. يس. ده معناه ايه؟ يس. لا، المواد في مصر سهله. المواد في مصر سهله والمذاكره سهله. بس هي قصتها كلها محتاجه في ايه، ان انت تفهم السيستم ده شغال ازاي. السيستم ده شغال ازاي بمنتهى البساطه. هو بيجي في اول اسبوع الدنيا بتبقى ماشيه بالهادي خالص، يجي يضغطك قبل الميد ترم، هوب تلاقي ان انت في عندك كميه عايز تذاكرها، وفجاه كده حد خضك، هوب دخلت يحشر عليك البروجكتس، مفيش وقت تعمل فيه البروجكتس، فانت تنقص درجات، صح. هوب فاينل، فانت تنقص درجات. الحلها فين؟ جميل، انا عرفت ان انا عندي ماده كذا، هخلص ابوها. انت لو شفت على كل ماده تو كراش كورسز بما يرضي الله، وطبقت عليهم، انت كده قفلت الماده. وانا وانت اهو. يعني انا جربها، او حد يجربها، ولو ما قفلش الماده يلاقي اللي هو عايزه. يعني انت لو مثلا بنتكلم ايه، انا دلوقتي عندي داتابيز، صح، قمت جاي واخد التو بلاي ليست بتاعت الدسوقي وخلصتهم. دول يخلصوا في قد ايه؟ يعني دول يخلصوا سماعي، مش هقول لك طبقت عليهم، سماعي كده يخلصوا في قد ايه؟ اسبوعين. ما جربتش اسمعهم بصراحة. اه اسبوعين. مثلا. انت بتسمع مثلا. بس، انا ما قلتلكش حاجه، انت بتسمع بس. واسبوعين كمان تطبيق، انت كده في اول شهر من الماده خلصت الماده وزياده. بس ده ما بيحصلش. بالظبط. ليه؟ مرقعه. بالظبط فعلا. فاهم ازاي. وانا يعني انا خلي بالك تاني، انا بقول لك على حاجات انا كنت بعملها يعني برضو. اللي هو انا مش اللي هو انت مرقوع اوه وانا مش مرقوع، لا انا كنت مرقوع برضو. فاهمني. بالظبط. ويمكن ده يعني انا ازاي كنت في الكليه وبجيب جي بي اي واشتغلت وفي ستودنت اكتيفيتيز وكل القصه دي، ما عشان السيستم مخروق. بالظبط فعلا. يعني سوري فور سينج ذس يعني يا جماعه، بس انتوا بذاكر الكليه عشان الجي بي اي دي حاجه كويسه، بس الاحسن من كده انا بذاكر الكليه عشان افهم، مش عشان الجي بي اي يولع الجي بي اي. صح.
انا بذاكر الكليه عشان افهم واكون كويس في المجال بتاعي، والجي بي اي بالظبط. بيجي. فاهم قصدي ازاي؟ يعني الجي بي اي ده ايزيست بارت. تاني، بالظبط. اسهل حاجه الجي بي اي، اصعب حاجه ان انت تبقى فاهم الماده. فاهم ازاي؟ فعلا. يعني انا اجيب لك كميه الناس اللي جابت فوق ال 90 في داتابيزز، وتعالى نتكلم معاهم دلوقتي ممكن يكونوا مش فاهمين داتابيز. صح. صح. بس بالظبط، فعلا يعني الناس بتتعامل على انها شهاده بس. فتعامل معاها ان هي مش جي بي اي ومش امتحان، وايه اللي هيجي في بالظبط. الامتحان. وهل ده في حد برضو بيسأل تاني سؤال ليه علاقة برضو بالجي بي اي، بيقول لك الجي بي اي ليه علاقة بالشغل؟ يعني هل انا لو اشتغلت في الشغل بقى الجي بي اي هيقولوا لي انت جي بي اي كام وبتاع واطلع بره والكلام ده؟ الجي بي اي بالظبط عامل زي الكرزه اللي فوق الكيكه. انا بتكلم عن مجالي وبتكلم عن الباك اند تحديدا. الجي بي اي عامل زي الكرزه اللي فوق الكيكه. يعني ايه الكرزه اللي فوق الكيكه؟ يعني لو الكيكه مش موجوده الكرزه ملهاش لازمه، لو الكيكه موجوده الكرزه هتدي طعم حلو. بس بس. يعني ده تمام. الحته الاهم من الجي بي اي، الجراديويشن بروجكت بتاعك والبروجكتس بتاعتك، اهتم بيهم كويس جدا. عظيم. آه، تمام. أسئلة في أسئلة مكررة كده اوكي. بتاع. تمام. هل إني أحط 7 أو 8 شهور في تراك عارفة إنه مش هقدر أكمل فيه بعد كده إهدار للوقت؟ خصوصا ان انا يعني الفكره بتقول ان هي 8 9 شهور دول هتاخد فيهم خبره، وزي ما انت قلت حضرتك من شويه ان والدتك قالت لك مفيش علم بيخسر، فهي داخله بالمبدأ ده. تمام. بتقول انا في تانية، مش عارفه اكمل سايبر سيكيورتي ولا اي اي ولا دوت نت، يعني انا حاسس الثلاثه تاني في يعني تانية في مش تانية. شايف. في تانية في تانية. وغالبا مقدمه على تراك او كورس 7 أو 8 شهور. I don't تمام. recommend. تاني، التخصص البدري زيادة عن اللزوم، و I don't recommend ال paid courses، خصوصا لو انت في الاول، وخصوصا اللي ممكن توعدك ان هي انت هتعلمك مجال معين. انا عندي اراء، قررت ان هي يعني ابقى عندي يعني اقولها كده بشكل اجريسيف معاك النهارده. يمكن ده مش الطبيعي بتاعي، وحابب ان دي تبقى حته معاك. يعني ان هو الطبيعي انا بتكلم بدبلوماسيه شديده وبتكلم بكذا، بس لا لا، يعني في طبعا نصب كتير قوي بيحصل في السوق، وفي فولس بروميسز انت ممكن تاخدها وانت مش محتاج لده. تاني، انت يكفيك يوتيوب، يكفيك صحبة كويسة بتذاكروا مع بعض. حاول تدور على الاتنين دول كويس قوي. ولو احتجت حاجة ففي الغالب هتكون حاجة أجنبية، مش هتكون حاجة عربية في الغالب. واخد بالك ازاي؟ يعني انت لو احتجت فعلا كورس بيد، او احتجت يعني زي مكان هيديك حاجة كده، في الغالب هي تبقى حاجة أجنبية، عشان زي ما قلت لك هي الكواليتي. سورس زي ما حضرتك قلت. يس يس. لا السور، لا مش قصة تمام. والكواليتي برضو، يعني اصل انت عارف انت القيمة مقابل سعر في الآخر. انت يعني انت بالظبط. احسنها كورس على يوديمي على ايامي كان ب 200 جنيه. وحتى الآن اهو. يعني بينزل عليها عروض كل شوية بس وبتكون يعني انا ب انا هديك 230 هديك بقت الفكره دلوقتي. دي، فيعني هو احسنها اه. كورس، يعني فعلا ناس جايبه الفريم ورك دوكيومنتيشن وقاعده تشرح امه. فاهم؟ حد زي بالظبط. ماكسيميليان ده، يا نهار ابيض يعني. درت له كورس نوت جي اس بصراحة. جامد. لا لا فظيع. جامد صراحة. فاهم، وخد بقى هكذا يعني. فيلا كمل يا سيدي، كمل عشان الوقت. تمام. اديني. آه حد بيقول انا في سنة تانية واخدت تراك CCNA وحبيت اول طريق السكيورتي، نعم. بس مش عارف ايه هي النهاية تبع الحاجة اللي هدرسها، فمشتت ادخل تراك ويب. وبدأت فعلا فرونت اند وعملت مشروع وبعد ما احترف شوية في المجال اشتغل ولا اعمل ايه والكلام ده كله. هو دلوقتي بيحب سايبر سيكيورتي، بس هو وخد CCNA اصلا، وبعدين بس سابها. لقي نفسه ان هي مش هتجيب فلوس، فراح اتعلم فرونت اند وبيعمل بروجكتس فرونت اند دلوقتي.
هقول كلمة ونقطة من اول السطر. تمام. مفيش مجال فلوسه قليلة. فرجك على اللي شغال فيه في مجالنا ده تحديدا. يعني ايه؟ يعني انت الراجل بتاع النتورك، الراجل بتاع اسمه ايه ده، الباك اند، الراجل بتاع الاي اي، الراجل بتاع فكك من القصه دي، خصوصا وانت في الكليه. خصوصا وانت في الكليه، عشان دي هتدمرك. فاهم قصدي ازاي؟ فاهمك اه. يعني دي فعلا نقطه مدمره، ان هو ايه، انا خدت سي سي ان ايه، وكان ممكن اخد سي سي ان بي وابقى نتورك انجينير و... واشتغل بقى زي ما ربنا يكرم وحابب الموضوع، واقوم جاي وممكن اشتغل سايبر سيكيورتي وبتاع ومش عارف ايه وكده، واروح جاي ساب الموضوع. لا اصلا هو مش هيجيب فلوس. انت مين قالك ان هو مش هيجيب فلوس؟ مين قالك ان هو مش هيجيب فلوس؟ انا عندي صحابي هو هيجيب فلوس وشغالين، بس. انا عندي صحابي وشغالين سايبر سيكيورتي وشغالين نتورك انجينيرز بيجيبوا فلوس عادي. هو بيتكلم على المدى البعيد، ان هو شيء عاوز تعب سنين طويلة مقارنة بالويب او الفرونت ما اند. هو مش برضه تاني، هيذاكر ده نفس عدد ده ده الشهور. كده، ده عارف دي خدعة. لو انت انسان، اه يعني احنا دلوقتي بنكلم ناس كويسه، وناس نأمل فيهم الخير، صح؟ انا امل ان الناس اللي بالظبط. متابعينك يكون الناس فيهم الخير، وناس فعلا عايزه تتحسن. حلو. انت فعلا لو عايز تتحسن، انا هقول لك كلمه بسيطه جدا، التفكير ده غلط اصلا. يعني التفكير ده ياخد وقت كبير، فانا العب في السهله، العبها سهله دي، واجيب جون في ال 18. ما مفيش كده. مفيش كده في الحياه اصلا. في شورت كاتس، في حاجات بتسهل الموضوع، بس مش هتاخد لك قصه كده. فلو انت تبقى يا صايع، لا انت عملت فلوس اعلى. لا. فاهم قصدي؟ هو كله شغل ومجهود وسعي، وبيتحط فيه ايفورت كبيره جدا. الريزلت بتاعه بتبان دلوقتي، بتبان بعدين، دي مش هتخصك في حاجه. فاهم قصدي؟ ما اقعدش انا زي ما قلت لك اشغل بالك انت تاني. انا دوري ايه دل؟ ما اقعدش كل لما يجي قدامي حاجه اقعد افكر ايه اسهل حاجه هتجيب، ايه اسرع حاجه هتجيب، ايه اسرع حاجه هتشغل، ايه اسهل حاجه هتشغل. اسهل حاجه هتشغل، افتح لايفات تيك توك واقلع فيها. كبسوا والله يعني اقول لك ايه، كبسوا طيب يا فاهم. شباب. بس هي ف... فعلا. آه واحد بيقول والله. ايه المجالات اقول، حاسس ان انا سخنت ايه المجالات قول. ايه المجالات المطلوبه فين؟ المطلوبة اكتر؟ انا ما عنديش مشكلة مع اي مجال اتعلمه، محتار بين الويب والاي اي والامبيدد سيستم هو والماشين اللي بيسأل ده ليرنينج. في سنه كام؟ عندك اي يعني معلومه؟ لا، ما قالش ان هو في سنة طيب كام. تمام. انا من رايي تاني زي ما قلت لك، مجال مطلوب مش مطلوب ده هو لا يعنيك بشيء. انا اسف ان انا بقول كده، ده رايي ممكن يكون غلط وممكن انزم عليه في المستقبل، بس انا لغايه دلوقتي، لغايه سني هذا وانا عندي 24 سنه، بقول انه لا. ده سؤال ما ينفعش تسأله وانت بتحدد الكارير بتاعك. يعني احنا بنسأل ايه؟ انا ازاي ابقى كويس؟ انا ايه الحاجه اللي انا مستمتع بيها اكتر؟ بحاول معايا كده اكني معايا شنطه بحط فيها سكيلز. فاهم قصدي؟ كل ما الشنطه دي كبرت، كل ما انا الوزن بتاعي زاد معايا، بقيت بقيت كواليفايد كواليفايد لحاجات لكذا حاجة. اكتر. فاهمني؟ وكل لما زي ما بالظبط. قلت لك انت فهمت نفسك اكتر، وبقيت عارف انت مش عايز ايه وعايز ايه. لكن انا واقف مكاني متحير، وعايز اشوف ايه المطلوب قبل ما اخش، واعمل كده اناليسيس باناليسيس ومش عارف ايه. لا، انا عارف ان انا بكلم طلاب، الكلام ده ممكن يكون غير مناسب لناس تانية. يعني الكلام ده لو بنتكلم لناس بتعمل شيفت، او ناس خلصت كلية او كده، او ناس في اخر الكلية، الكلام ممكن يكون مختلف. عشان بس اكون بحط كونتكست للموضوع. حلو. فالكلام ده موجه للايرلي، الطلبه، الايرلي طلبه. يا جماعة اسمه ستودنت ديف ستودنت دايف يا ديف جماعة. دايف ده مجرد للايرلي ستودنت. واخد بالك ازاي؟ بالظبط. ففور ايرلي ستودنت، انا مش شايف ان ده تفكير صح. معايا؟ كمل. تمام. في واحد سأل سؤال بس غالبا احنا جاوبنا عليه: ازاي جبت اول وظيفة وانت ما زلت طالب؟ احنا احنا حكينا القصه اعتقد حكينا يعني حكينا القصة القصتين. كلها. قصة بالمناسبه، جميلة. سي اديوكيشن، تمام. اللي انا اشتغلت فيها اول شغلانه تكنيكال، انا قدمت عادي على لينكد ان، ايزي ابلاي كمان. عظيم. يعني هو الرزق لما بيجي يعني. أهمية. اه ادينا طيب هنت كده عن أهمية لينكد إن، والشباب يعني تظبط لينكد إن بص، بتاعها من وهي انت لينكد طلاب ان وكده. بتاعك اعتبره اكنه بالظبط عامل ايه، زي لا، عارف انت مثلا لما السي في بتاعك، هو السي في بتاعك لازم يبقى فيه حصل. كل حاجه ليها علاقه بالشغل بتاعك، خصوصا البروفايل. يعني البروفايل بتاعك اللي هو لما حد يخش على لينكد ان سلاش احمد اشرف او كده، المفروض يشوف قدامه الراجل ده عامل ايه في الكارير بتاعه. حلو.
يعني كان كلية ايه وانجازاته ايه واشتغل فين ومن امتى لامتى والسايد بروجكت ايه والسيرتيفيكت ايه كله. حاول كل ما يبقى عندك، على فكرة انا مقصر في لينكد ان بتاعي، بس حاول كل ما تقدر تحط الاكسبيرينسز بتاعتك كلها هناك. ليه؟ لان هو لو جه ريكروتر دخل عليه ولقى في حاجة انترستنج، ده بيلقط حاجة بس. اه، آه، وكونكت مع ناس، كونكت مع ناس كتير، انجينيرز زيك، انجينيرز اعلى منك، هايرنج مانجرز، انجينيرنج مانجرز، ريكروترز، دول الخمسه اللي انت تركز عليهم. وانت بتقول دلوقتي انا بدرس اي كوميرس وبشتغل تيلي سيلز وفي كذا نشاط ايه طلابي بتدرس ايه كوميرس ايه؟ مش عارف، هي طب كاتبه كده. ماشي. ماشي انا استغربت ماشي برضه. ماشي آه خلينا نقول انها بتشتغل تيلي سيلز، فكك ماشي من ماشي اوكي. تمام. وفي كذا نشاط طلابي جوه المكان، وفي أنشطة تطوعية بره المكان، مش عارفة أظبط الوقت ما بينهم، مش عارفة أنمي السكيلز اللي توافق مع الدراسة والشغل والحياة عموما يعني. امم آه، تايهة يعني، مش عارفة توفق بين كل اللي هي بتعمله ده. خلينا نقول انت كنت ازاي بتهندل ان انت مثلا في اسبوع عندك ايفنت في ستودنت اكتيفيتي، وعندك خلينا نتكلم عن الحته ميد دي فعلا، ترم، خلينا نتكلم وعندك عن الحته دي فعلا. تمام. انا بص، لفتره كبيره جدا ويمكن مؤخرا ابتديت ان انا اتعامل مع الموضوع بشكل احسن. بس انا عموما انا كنت بتعامل بشكل خاطئ جدا مع الموضوع ده يعني. عارف انا كنت بايدنتيفاي نفسي ازاي؟ اللي هو انا ما بعرفش اشتغل غير تحت ضغط، فتلاقيني حشرت نفسي ب 700 حاجه، طلعت بنسبه 70%، فانا راضي وكله مبسوط. فاهم حاجه؟ ده طبعا اسلوب خاطئ جدا اللي انا كنت بعمله ده. فالاحسن منه ايه بقى اللي انا وصلت له دلوقتي؟ الاحسن منه ايه اللي خلينا قادرين دلوقتي نعمل البودكاست بتاعنا ده، وقادرين ان انا اطلع لايف الصبح واشتغل الشغل بتاع بالليل واذاكر مش عارف ايه ده كله؟ الاحسن منه بكتير ان انت يبقى عندك حاجه اسمها اولويات، واولويات قليله جدا. يعني لو عرفت ان انت تقللها لواحد او اتنين، دي تبقى تحفه. واخد بالك؟ انت مثلا تقول لي يا احمد، يعني انت اولوياتك ايه دلوقتي؟ بمنتهى الصراحه كده عشان اديك مثال صريح، انت اولوياتك ايه دلوقتي؟ انا عندي دلوقتي في حياتي اولويتي حاجتين. إيه، لا، اول حاجه يعني مقسمه لحاجتين: علاقتي بربنا عموما. حلو كده، دي اول نقطه، واخده اولويه كبيره جدا دلوقتي من وقت في حياتي. حلو. وتاني نقطه، الكارير بتاعي جوه الشغل والكارير بتاعي بره الشغل. فانا عندي ثلاث حاجات اهو. حلو. هل يعني يا احمد الكونتنت والحاجات اللي انت بتعملها على جنب دي مش اولوياتك؟ لا، مش اولوياتي. مش ده الغرض. هو الغرض يعني انا لما بطلع مثلا لايف نقعد نحل بروبلم سولفنج وحاجات زي كده، مش الغرض ان هو ده يبقى ماشي ده لايف وكونتنت وكل حاجه، واخد بالك؟ بس هو الغرض ان ده بيساعدني ان انا اذاكر. لو ده مش بيساعدني ان انا اذاكر مش هعمله. لو جيت تقول لي نعمل لايف نتكلم فيه عن الفرونت اند، اقول لك لا مش دلوقتي، في شهر 6 ان شاء الله، فمن شهر 7 معايا. فانت لازم تبقى وده ريل توك هنا بقى دلوقتي. انت لازم تبقى اجريسيف قوي في الجولز بتاعتك. انت عندك ثلاث اهداف وقسمها. انت عندك الشهر ايه؟ عندك الشهر قسمها زي الشركات يا عم، اعتبر نفسك شركه. حلو كده. وانت عندك في الشركه بتتقسم ثلاثة كوارترز ولا اربعة كوارترز. اربعة كوارترز من شهر واحد لشهر ثلاثة. احنا دلوقتي هو في شهر ايه؟ اربعة. فانت معاك مثلا يا عم من اربعة لستة. حلو كده. ايه اللي انت هتشتغل عليه من اربعة لستة؟ وعايز حاجتين ثلاثه، مش عايز 70 حاجه، هو حاجتين ثلاثه. فاهم قصدي ازاي؟ فعشان كده انت هتلاقي مثلا، يعني عشان انت زياده، انا عارف انت عندي من زمان، فانت هتلاقي في حاجات كتير اتغيرت عندي. يعني مثلا بقى في حاجات وقفت، يعني اي لوج وتي لوج والبودكاست اللي انا كنت بعملها وحتى يمكن السبيسز وكده، في حاجات كتير وقفت. ليه؟ لان انا في حاجات بقيت انا عندي كذا هدف في حياتي مركز جدا، واتمنى ان ربنا يوفقني يعني وافضل مركز عليهم. وعايز اوري الناس خلال ده بقى، عايز اوري الناس قد ايه ده ممكن يعمل طفره. فتبقى حاجه كده بروفد، لازقه كده. فاهم؟ انت عندك لايف داي 1، وعندك لايف بقى داي اضرب بقى على حسب ما ربنا يريد. فاهم قصدي؟ 30 وبعدين اه فاهم. 60 وبعدين 90. فاهم؟ ونشوف يوم 90 ده هيحصل ايه. احمد يبقى بيحل ازاي؟ فاهم قصدي ازاي؟ احمد يبقى فين دلوقتي؟ احمد يبقى ايه الكابابيلتيز بتاعته؟ فاهمني؟
ده من نقطة الحاجات اللي الناس بتشوفها يعني. فبس كمل. آه، تمام. ايه المطلوب اني اعمله قبل التخرج؟ لو بنتكلم عن حد في حسابات، فحضرتك قلت الفاندمنتالز، ركز في الفاندمنتالز والنتوركينج والسوفت سكيلز يعني نركز على والكلام ده السوفت كله. سكيلز بتاعتك. قصدي ايه بالسوفت سكيلز؟ يعني علاقتك بالناس. اهتم جدا 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 باصحابك في الكليه. اهتم بيهم. اهتم بيهم من ناحيه ايه؟ اهتم بيهم بشكل يعني عاطفي انساني بحت. يعني حب لهم الخير. محدش بياخد رزق حد. تمام؟ فحب لهم الخير. ساعدهم باي شكل انت تحبه، باي طريقه انت تحبها. كون دايما موجود ليهم. ابني معاهم علاقه كويسه، لانه ده اللي هيبقى لك في الاخر. مش هيبقى لك ان انت كنت اشطر منهم، ولا هيبقى لك ان انت كنت بتحط عليهم، ولا هيبقى لك اي حاجه من الحاجات دي. فحاول دايما علاقتك تبقى كويسه بيهم. وحاول دايما يبقى هم عارفين انت عايز تعمل ايه. يعني الناس اللي عندك على فيسبوك، الناس اللي عندك على انستجرام، الناس اللي عندك على ايا كان، هم عارفين ان زياد دلوقتي بيذاكر نوت جي اس، زياد دلوقتي عايز يشتغل في الباك اند. دول صحابه وعارفينه في كليه معاه. فاهم قصدي؟ دول اول ناس هيساعدوا. فاهم قصدي؟ فاهتم جدا بالحته دي ده اللي انا قصدي فيه بالبيرسونال براندنج او السوفت سكيلز يعني. والسوفت سكيلز التانية اللي انا قصدي عليها، طور من طريقه شغلك. خليك بروفيشنال. الستودنت اكتيفيتيز بالمناسبه، مش هقول لك بتعلمك كده، هي مش بتعلمك كده. انت اللي بتعلم نفسك جواها. يعني هي بيئه كويسه للتجربه. يعني ايه؟ انت تخش تلاقي الدنيا معكوكه، هتعمل ايه؟ انت اعتبر نفسك دلوقتي مانجر، او اعتبر دلوقتي نفسك شغال. سيبك عشان انا كنت بقى بمسك حاجات كبيره قوي، كنت رئيس مراجيح مولد النبي. سيبك من ده. سيبك من ده. خلينا دلوقتي اعتبر نفسك واحد لسه داخل شركه جديد، ولقيت الوضع جوه زبادي خلاط. هتعمل ايه؟ خد الموضوع ده تحدي. انا على فكره كنت انا من دي 1 في الستودنت اكتيفيتيز. انا دخلت الستودنت اكتيفيتيز بالمناسبه، يعني مش عارف ده هيكفي في الحلقه دي ولا ممكن نبقى نعمل حلقه تانية. الستودنت اكتيفيتيز سريعا، انا لما دخلتها في الاول كنت داخلها بطريقه انانيه جدا. يعني انا كنت داخل اللي هو ايه، انا عايز احسن البرزنتيشن سكيلز بتاعتي، واخد بالك ازاي، واعرف واتكلم مع الناس. شكرا على كده. كنت داخل بي ار شكرا. فاهم؟ والحمد لله الواحد بيطلع بقى اه، وبيقف فاهم. على سبيكرز والكلام ده من ايام الكليه يعني. واخد بالك ازاي؟ وقدام بقى 200 واحد و300 واحد والقصه دي. بس هي الفكره كلها فين؟ انا كنت سيلفش جدا في الاول، بعدين الموضوع تحول معايا ان هو طب ما ليتي، ما دي بيئه خصبه ان هي تسيميوليت الشركه. صح؟ فانت لما تاخد الموضوع صح. ده بهذا المنطلق، مش كله هياخده كده على فكره، وبالعكس يمكن في ناس بتسمعني دلوقتي هتقول ايه العبط اللي هو بيقوله ده. صح؟ بس ما علينا. انا كنت واخدها كده. خلي ما بالك انا اعتقدش. فشلت في تغيير الاماكن اللي انا رحتها. يعني في بعض الاماكن، مش هقول بقى، هقول بعض عشان ايه محدش يعرف مين اللي فشل ومين اللي فشلش. تمام؟ في بعض الاماكن اللي ها. انا رحتها، حلو كده، انا فشلت ان انا اعمل اي حاجه. حلو. بس انا استفدت كتير. فهنا المقياس مش ان انت نجحت ولا ما نجحتش جوه الستودنت اكتيفيتيز، لا، المقياس التجربه نفسها. ففكره الاخلاص في العمل، ان انت مثلا داخل دلوقتي تيم، فانت عايز تحسن التيم وعايزين تعملوا حاجه كويسه وعايزين تفيدوا الطلبه مثلا، وعايز تعلم مهارات. هي دي الفكره. فاهم قصدي؟ وانت مش عندك اغلى من وقتك. تاني، انت مش عندك اغلى من وقتك. الوقت بتاع الكليه هتقسمه ازاي؟ بيتحدد عليه حاجات كتير قوي بعد كده. كتير. فاهم قصدي؟ فدي بالنسبه مم. للسوفت سكيلز. فاهم قصدك. تعرف تتكلم، تعرف تتعامل مع الناس، تعرف تتعامل في بيئات مختلفه، تعرف تتعامل في تيمز مختلفه، تعرف تقود تيم. الخمسه دول حلوين جدا. فاهم قصدي؟ برزنتيشنز. هذا زي كده. يس كمل. آه، حد بيسأل، هو أنا كنت مش أحسن حاجة في الأساسيات أثناء الكلية، هل ينفع أذاكر الأساسيات بالتوازي مع التكنولوجي؟ إيه ينفع. رأيك في فرص الباك؟ تمام، إيه رأيك في فرص الباك إند؟ يقول لك جافا سبرينج أو سبرينج بوت. فرصها حلوه جدا. انا انصح جدا بجافا. جافا سبرينج عموما من ضمن الحاجات اللذيذه جدا في الانتربرايزز، وفيري فيري ستيبل. ف وانا ما كنتش عارف كده يعني. انا بالمناسبه يعني فان فاكت، انا اول شركه بتقول انا انا لما رحت شركه الكهرباء دي بتقول لي في احنا شغالين سبرينج بوت. فقلت لها تمام. لا، بتقول لي ايه يا ربي ما قلتليش سبرينج بوت. بتقول لي
انا خلي بالك يعني، حط نفسك نرجع تاني كده، انا كنت قدك مثلا، فاهم؟ حد بيكلمك بيقول لك جافا في الباك اند. طبعا انتوا دلوقتي يعني احسن مننا بكتير، ومع ان الفرق 3 سنين ولا فرق حاجه، بس انا ساعتها جافا في الباك اند ازاي؟ انا اخري جافا دي اعرف ان هي مثلا اندرويد، ديسكتوب ابلكيشن بس. فبعدين بالظبط. فقلت لها هو يعني الانترفيو هيكون عن ايه؟ حاولت ان هو اسال سؤال كده بس اجيب اي معلومه، فاهم ازاي؟ فقالت لي سبرينج. عملت سيرش كده يوتيوب سبرينج، لقيت واحد اسمه جافا بينز. شاوت اوت يعني جافا بينز. الانسان ده كويس جدا يعني. اتفرجت على كام فيديوهات، تعقدت في حياتي تعقيد ابن لذينه، وبعدين دخلت الانترفيو. فالقصه او الشاهد يعني انه جافا سبرينج انا اتعرفت عليها بالصدفه، بس هي ليها سوق كبير في مصر، وليها سوق كبير بره مصر. وجافا عموما من ضمن اللغات اللي هتربيك من الاخر، مش انت اللي هتربيها، هي اللي هتربيك. فعلا. فهي وخدها في فهي الكليه. لما تربيك انت هتبقى بتعمل سيستمز بعد كده ممكن تكون كويسه. واخد بالك يعني، انت حتى لما بتقعد تقرا، يعني مثلا انت عندك سبرينج، بسم الله الرحمن الرحيم، جاي تذاكر في حاجه اسمها سبرينج فاكتوري، انت فاهم؟ فهو في باترنز وفي مثلا ليتس سي ديبندنسي انجكشن وانفرجن اوف كنترول والقصه دي، دي حاجات ليها علاقه اصلا بالاوبجكت اورينتد، فهي متطبقه بالشكل عميق قوي مثلا في سبرينج او في جافا. طبعا انا دلوقتي ده راي متحيز قوي اللي انا بقوله ده، تمام؟ انا دلوقتي ايوه بماركت فعلا. سبرينج. هلو سبرينج if you are watching this, I'm marketing for you guys for the student, please sponsor this video. احنا احنا شاوت اوت سيلكت اول يا شباب انا بحب البودكاست اشوت ده. اوت للحاجات اللي الناس انا كلها. بحبها يس. مم. وبالمناسبه يعني سبرينج عاملين دلوقتي لو حد انترستد يعني يتعلم في سبرينج وكده، فهم عاملين في سبرينج اكاديمي، انت ممكن تخشوا بايميل الكليه. والكورسات بتاعتهم انا جربتها، جربت اول كورس ويمكن ماشي فيه في اول كورس كمان، كنوع من انواع الريفرشمنت وكده. حاجه تحفه تحفه تحفه. فلا جيف ات شوت، كورسات حلوه يعني وفري. فيلا بينا كمل. تمام. حد بعت بيقول ان هو لسه في فريش جراديويتد، تمام، ومهارات البروبلم سولفنج عنده وحشة خالص، وعاوز يشتغل في الباك اند، تمام. فتنصحه يعمل ايه؟ انصحه هو في البروبلم سولفنج انصحه سيء جدا. يشوف البلاي ليست بتاعتي في البروبلم سولفنج من اول داي. انا نزلت داي 2 ما نزلتش داي 1. يشوف ازاي انا تمام. ورفاعي دخلنا واحنا اتنين ما بنحلش بقالنا كتير قوي، و... وعندنا المهارة دي مش اقوى حاجة خالص، ودخلنا كده بايدينا ياخد الاكسبيرينس دي، و... ويحاول يعمل نفس القصة. شوف الطريقة اللي انت تحل بيها. اهم حاجة تبقى بتحل كل يوم لفترة معينة. يعني اقول لك على حاجة، خد نفسك يا عم على عهد على نفسك شهر، تاني نرجع نفس الفكرة. خد على نفسك شهر، مش قادر شهر خد على نفسك اسبوع. هم. اسبوع، مم. كل يوم ساعة حل فيها كل يوم مسألة حتى. مم. هو مسألة. بيقول لك كمان بس ان كل الشركات اللي قدم فيها اترفض فيها بسبب البروبلم كويس، دي سولفنج حاجة دي حاجة، كلها. دي معلومة كويسة على فكرة. دي مش معلومة وحشة، دي معلومة بتقول لك المهارات بتاعتك ناقصة فين. فانت دي معلومة كويسة، ده معناها زي ما قلت لك ان انت متأكد المشكلة فين. انت مثلا مش شاكك ان السي في، مش شاكك ان البروجكتس، مش شاكك ان الفاندمنتالز، مش شاكك ان التكنولوجيا، انت عارف المشكلة فين. فدي ميزة. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ خد ال فعلا حل المشكلة دي. كل اللي انت تعمله دلوقتي، امسك المشكلة دي، اقعد معاها حبة وقت. زي ما قلت لك، ابتدي مثلا باسبوع، خلي الاسبوع ده اسبوعين، يبقوا بعد كده 4 اسابيع، بعد كده 8، وهكذا. بس اتفضل. آه، حد بيقول ايه الخريطة الزمنية اللي اقدر امشي بيها لطالب حاسبات؟ امتى اركز بروبلم سولفنج، امتى اركز تكنولوجي، امتى اركز ستودنت اكتيفيتي، امتى احضر ايفنتات، بص، امتى ما هي يعمل. الحاجات ما بتمشيش كده يا جماعه. يعني هي الحاجات مش بتمشي هعمل كده وقت كذا، هعمل كده وقت كذا. يعني انت نفسك انت في يومك بتعمل كده؟ يعني بالله عليك انت في يومك بتعمل كده؟ يعني انت في يومك بتصحى مثلا لا، الصبح، انا من لا الساعه بصراحة 7 مش للساعه كل يوم. 8 انا هعمل كذا، ومن الساعه 8 لا، يعني الحياه مش بتمشي كده، الحياه دايما متداخله في بعض. فهنرجع للموضوع تاني. انا اللي انا عملته ومن الريفليكشنز بتاعتي اللي انا شايفه دلوقتي صح يتعمل،
الاثنين دول اللي انا هقولهم دلوقتي، اللي انا عملته، انا هقول لك الاثنين قصاد بعض، اللي انا عملته وانا طالب واللي انا دلوقتي شايفه صح، عشان نفرق ما بين الاثنين دول. حلو. اللي انا عملته وانا طالب ان انا كنت مركز فاندمنتالز وتكنولوجيز من داي 1، وبروبلم سولفنج خفيف قوي. حلو. ده اللي عملته. كان اساسي بالنسبه لي فاندمنتالز اغلب الوقت، وكنت بقى زي ما قلت لك ماشي الفورمولا بتاعتي كانت سهله جدا. احنا دلوقتي هناخد ماده سوفت وير انجينيرنج، شاوت اوت بقى لعمرو غنيم هنا، لاف يو. المهم، هناخد سوفت وير انجينيرنج. حلو. سوفت وير انجينيرنج 1 جميل. انا هجي هذاكر سوفت وير انجينيرنج 1 من الكتاب، وهذاكر البتاع دي اجيب لها ريسورسز ومش عارف ايه. جميل. ذاكرت سوفت وير انجينيرنج، السكشن بتاعها بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن هنعمل باك اند ابلكيشن، او هنعمل فول، يعني فول ابلكيشن ببي اتش بي. طب ما ده باك اند وفرونت اند اهو في نفس الكورس. انت فاهم قصدي؟ يبقى انت تعمل ايه ساعتها؟ ها ساعتها وانت في الكورس هتروح تنكح نفسك في البي اتش بي والاتش تي ام ال والسي اس اس عشان تخلص البروجكت، صح؟ مش هتكروته. انت لو عملت كده خلال فترة الكلية، اللي هو خلال فترة الكورس، هتيجي الاجازة عندك فيها ايه؟ براحتك. هتبقى انت عرفت لغات، عرفت عملت بروجكتات، ذاكرت كونسبتس، هيبقى بقى عندك وقت تعمل فيه اللي انت عايزه. انا كنت بتمرقع عشان يعني كان ممكن اشتغل على بروبلم سولفنج، بس ما حصلش. واخد بالك؟ دي نقطة. اللي انا شايفه بقى صح دلوقتي يتعمل بجانب ده، يتعمل طبعا على اعلى مستوى، لان انا كنت بحاول اطبق ده، بس طبعا النسب بتختلف، وبقى مش كل حاجه نجحت فيها يعني. وبالمناسبه انا جربت حاجات كتير قوي بالطريقه دي. يعني أنا كان في ماده جربنا فيها موبايل ابلكيشن، كان في ماده جربت فيها دوت نت، كان في ماده جربت فيها بي اتش بي، كان في ماده جربت فيها اتش تي ام ال وسي اس اس، كان في ماده جربت فيها انجلر في الكليه، وكان في بقى حاجات تانية جربت فيها حاجات ليها علاقه بمجال الداتا. فاهمني؟ وكان في ماده النتورك، كان البروجكت بتاعها ان احنا بتعمل تاخد باكيت من النتورك وتقعد تعمل لها على واير شارك تشوف الباكيتس ومش عارف حاجه كده. فاهم؟ فهو يا جدعان الماتيريال، مش انا عارف ان في صعوبات كتير، وان انت ممكن تكروت وتعدي وتجيب لي الاي بلس وتبقى فرحان وفاكر نفسك تنين مجنح، بس انت كده هتفوق متاخر، هتفوق في رابعه وعلى قفاك. ما تعملش كده. فاهم قصدي ازاي؟ انت من الاول اعرف ان الاي بلس دي مش معناها ان انت كويس. حلو. الاي بلس دي معناها ان انت عرفت تعدي من الامتحان. حلو. هل انت كويس؟ دي قصه مختلفه. انت ممكن تبقى اي بلس وكويس، ممكن تبقى اي بلس ووحش. متفقين؟ فهنرجع تاني سريعا. انا شايف ان اللي يتعمل اللي انا قلت عليه ده، تحاولوا تعملوا باحسن طريقه ممكنه حتى لو لوحدك، بس احسن في جروب يعني طبعا. دي نقطه. والنقطه التانيه، هتيجي على ده سنه اولى وسنه تانيه. بعد كده سنه تالته ابتدي شوف، انت هتكون جربت حاجات كتير، ابتدي شوف انت عايز ايه او ايه اللي ناقصك. حلو كده؟ حابب تجرب ايه؟ هتدي شويه وقت الموضوع ده، وماشي انت في نفس الفلو، يعني انت ماشي في نفس الفلو. واخد بالك؟ ماشي في الفلو بتاع ايه؟ ان انت الماده بتيجي بتذاكرها وبعدين تحط عليها السكشن وهكذا. حلو. بس انت في سنه ثالثه الموضوع بيختلف شويه، ان انت بتبص لسوق العمل كمان معاك. معايا؟ هتيجي بقى سنه رابعه جراديويشن بروجكت. لو انت ما اشتغلتش قبل سنه ثالثه، يعني انت ما اشتغلتش وانت في سنه ثالثه، الجراديويشن بروجكت ده المفروض ياخد كل اولويتك، كل اولويتك بالمعنى الحرفي. ليه؟ لان هو الحاجه الوحيده اللي انت هتسال عنها في الانترفيو. فتحط كل الانجازات بتاعتك فيه. بتعرف تمانج تيم، تمانج تيم على اعلى مستوى. بتعرف باك اند، باك اند على اعلى مستوى، ديبلويمنت وتستات واوثنتيكيشن وكل حاجه. بتعرف فرونت اند نفس القصه. فاهمني؟ بتعرف يو اي يو اكس وبرودكت والكلام ده. تشقلب. ليه؟ هو ده اللي هيستاند اوت في الاخر. يعني انت في الاخر بيبقى عندك بروجكت كبير وفي ثلاثه مثلا تحتيه. البروجكت الكبير اللي بياخد اغلب الدiscussion في الانترفيوز هو البروجكت ده. اتفضل. خلي بالكم من الشباب اللي بتتخرج حاليا، تركز على الكلام اللي الباشمهندس قاله. أه حد بيقول الشركات اللي بتقبل طلاب بتقبلهم علشان يعني بتديهم مرتب قليل وكده، طبعا طبعا ولا طبعا. ده ده ولا ايه ده الدنيا؟ ده سبب طبيعي. وده يعني عارف انت اساسيات الرأسمالية في العصر الحالي.
طبعا بيبقى الموضوع طبعا بيبقى ليه علاقه بالسالري بشكل اساسي. بس بيكون يعني هو بص، انت سالت سؤال برضو بطريقه احرجتني قوي. هل الستارت ابس اصل انت قلت ستارت ابس، انت عارف لو كنت مثلا قلت الكوربريتس، ما الكوربريتس بيقبلوا بس مش طلبه، بيقبلوا مثلا ناس خريجه او كده او انترنز. الانترنز مثلا لو قلنا عن فكره الانترن عموما، هو انت بتيجي هو بينفست معاك بس مش فلوس. يعني ايه؟ يعني هو ممكن يجيبك هديك جزء من الفلوس، بس انا هعلمك، بس انا وده مثلا هتلاقي شركه، يعني انت مثلا لو رحت انترن في جوجل، ما انت لو ببلاش هتروح. فاهم قصدي ازاي؟ ايوه فعلا. فاهم الفكره ليه؟ لان انت هتروح هناك بالظبط. هتتعلم من انجينيرز كويس قوي، المستوى بتاعك بيعلى بسرعه، الكونكشنز بتاعتك بتعلى بسرعه، كلها كده. فاهم قصدي؟ فهي مش بتبص لها بس ايه ناحيه الفلوس بس. طبعا احنا لو بنقول سمول كومبانيز او كده، هم في الغالب بيلجأوا للحلول دي، لانه يعني بادجت ليميتس وكده. يس. تمام. اتكلمنا عن تنظيمك لوقتك في العموم، حد بيسألك والله كده. انا تنظيمي الوقت حاليا، انا هتكلم حاليا مش هتكلم عن قبل كده، عشان انا قبل كده كنت عشوائي جدا، عشوائي جدا جدا جدا. حلو. اللي هو بفضل عارف انت، عندي مزاج للشغل طك 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 طك، مش عندي مزاج نايم في السرير عادي. فاهم؟ ف انا حاليا الفتره دي اللي انا بعمله، وده بقالي مثلا اسبوع عليه، واعتقد ان ده افضل حاجه انا جربتها لغايه دلوقتي. انا بصحى بعد الفجر، يعني بصلي الفجر كده، نصحى على صلاه الفجر. اليوم الصبح بيبقى فيه بركه رهيبه، فانصح يعني ان انتوا تصحوا الفجر والناس نايمه ومعاك وقت ابن لذينه. بفضل صاحي طول اليوم. في ناس بقى ممكن مثلا تيجي في النص، ما بين الظهر تشرب لها قهوه او تنام شويه او كده. البريكس بتاعتي بتبقى في الغالب في الصلاه. يعني انا البريكس الطبيعيه بتاعتي بتبقى في الصلاه، يعني انا فاهم، الصلاه بتاعتي هي اللي بقوم فيها من على المكتب اشوف هعمل ايه في الغالب يعني. غير كده بيبقى الوقت بقى متوزع طبعا شغل على جنب، في اللي هي الساعة بتاعت الصبح بتاعت البروبلم سولفينج، في عندي كمان البوك كلاب اللي انا فيه، اللي انا ببتديه دلوقتي، بقى موجود النهار، يعني بما اننا بنسجل النهارده مش هقول النهارده ايه، بس يعني هبقى موجود النهارده لايف للبوك كلاب. فيعني وقت ما تنزل الحلقه دي تشيك كده موضوع اللايف البوك كلاب ده، هيبقى بنتكلم في الجوريزم، جروكينج الجوريزمز. انا برضو شباب لطاف قوي يعني وشغالين في اماكن لطيفه، بس عايزين ايه نريفيزيت الكتاب كده. ف فهنكون النهارده ان شاء الله في لايف يعني. بروح الجيم بالليل، وبرجع انام، يعني انا يومي بينتهي على العشاء، فانا ببقى بعد العشاء عايز اروح الجيم وانا وارجع انام. فاهم قصدي؟ ده بالنسبه ليوم يوم الشغل يعني. ايام الاجازه بقى هو ذا سيم فلو، بس انا معايا اليوم بقى اعمل فيه اللي انا عايزه. فاهم؟ بس مش عارف ليه حد ممكن يكون مهتم باليوم بتاعي انا. دود واي، دود جاست واي. اكتر سؤال جه اعمل ايه عشان اشتغل وانا في الكليه، طبيعي ده طبيعي سؤال طبيعي، ممكن نقول اكسبكتد، اكسبكتد اتسال. جدا على فكره، اكسبكتد جدا. تمام. واحده بتقول بحس اني مهتمه قوي بالتك، يعني عايزه اتعلم كل حاجه، عارفه ان ده مش منطق، ده شيء ساذج يعني. لا لا، بص اقول لك على حاجه، تقدر تقول لها إيه؟ بس اللي انا اقوله ده ممكن يبان غريب سيكا. التعلم ليه لذه. واخد بقى انت في صوت طالع من عندك، خلي بالك. تمام. اه. انا كنت اقول لك عادي عادي عادي، انا بحب الفاني مومنتس دي. ايوه فعلا. هي هي دي دي مصر، هي دي دي هي بلدنا يا بلدنا فعلا. شباب. كنت بقول لك كنت بقول لك ايه، انه قول معايا نسيت، استغفر الله العظيم. كنت بقول لك انه احنا في حاجه اسمها لذة التعلم. يعني انت لما بتتعلم بيجي لك كده شعور حلو، انا عرفت حاجه، انا اتعلمت حاجه. فاهم قصدي؟ ساعات الشعور ده بيبقى غلط، يعني بيبقى خطر. يعني انت بتفضل ايه، او مش بيبقى خطر، بيبقى بيدخلك في ستريس، ان انت يجي لك بقى امبوستر سيندروم والحاجات دي كلها، او تحس ان انت بيرن اوت لان انت شغال بتحاول تجري، وانت مش مطالب ان انت تجري، انت مطالب تتعلم اللي يكافي يمشيك. يعني احنا تاني جمله لطيفه قوي، اعتقد احمد طويل هو اللي قالها تقريبا يعني، باشمهندس احمد طويل شغال برضه في طلبات،
بالنسبه للناس اللي بتتكلم يعني، عشان لو مش عارفاه. كان قال جمله لطيفه قوي في مره ما كنا بنتكلم معاه. كان قال ايه: انت بتتعلم اللي يخليك تشتغل، مش بتتعلم فور ذا يعني مش بتتعلم للما لا نهايه، انت بتتعلم عشان تشتغل، وبعد كده بتكمل شغل عشان بقى النكست ستيب، وهكذا. فاهمني؟ فما ما تقتلش بالظبط. نفسك في مقتل وتقول انا عايز اتعلم كل حاجه دلوقتي، عشان ده كده انت بتقتل نفسك، تذبح نفسك. انت شوف الشغل محتاج ايه، محتاج واحد اتنين تلاته، خلاص حاضر بس. تمام. حد بيقول جو التوتر في البيت بيوترني، بيخليني مش عارف البرودكتيفيتي بتاعتي بتقل، مش عارف اركز. انزل يعمل ايه في اشتغل في ورك الحالة سبيس. دي؟ ورك سبيسز من ضمن السولوشنز الحلوه. خد سماعتك، اللاب بتاعك، انزل اشتغل في ورك سبيس. ده حتى لو انت دفعت شويه فلوس، الفلوس ده انفستمنت في نفسك. شوف سبيس فيها نت كويس، هاديه، واعمل كده بجد. تمام. انا طبعا ما حد اقدرش بيقول اقول لك لك امتى. يعني انا ليه قلت السوليوشن ده، لان انا اغلب الوقت كنت عايش لوحدي وستيل يعني. بس فاهم. دي كانت من ضمن يعني ليها مميزات وليها عيوب طبعا، بس ما كانش عندي المشكله دي قوي. تمام. حد بيقول امتى نقدر نبني السي في بتاعنا ونهتم باللينكد ان يعني والكلام ده. امتى اقدر ابدا احط مهاراتي في السي في، امتى ابدا اصلا اعمل سي في لنفسي؟ من وانت في سنه اولى اعمل لينكد ان اكونت. من وانت في سنه تانية ممكن تبتدي تعمل سي في، تمام. او بعد م. تانية في اجهزه تانية كده. تمام. برضو اسئله مكرره. ازاي نجيب تقديرات عاليه من غير ما نهدر وقت في الكليه؟ احضر المحاضره، ركز مع الدكتور، اعرف هو بيجيب الاسئله ازاي، اسال الناس اللي امتحنت الماده قبل كده، امتحان المادة بيسأل في ايه، بس حرفيا هو اللي حرفيا ده الامتحان، ده الامتحان بجد يعني. نفس القصة في السكشن. تمام. انا فاكر الموضوع سهل فعلا، آه، بجد الموضوع سهل يعني. انا على فكره. الدكاترة اللي انا فعلا في الكلية كانوا بيمتحنوني امتحانات حلوة حلوة، اللي هو انا طالع من الامتحان ممكن يكون محطوط عليا بس انا مبسوط. منهم الدكتور عمرو غنيم زي ما بقول لك. شوت اوت دكتور عمرو غنيم، والله م. وحشني جدا 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 يعني. المهم دكتور عمرو غنيم اداني اداني كذا ماده، هو اصلا دكتور المشروع التخرج بتاعي. ده مثلا من ضمن الدكاتره، انت بتخش امتحان مبسوط. يعني انت داخل الامتحان ممكن تطلع مثلا واخد على قفاك عادي جدا، بس الامتحان محطوط برواقه، محطوط للطالب الفاهم، فاهم، محطوط للطالب اللي يقعد ايه، دي المعلومه دي هو قصده يا ابن اللذينه كده. بقيه المواد بقى زي ما قلت لك كده، مش هتعرف يعني سهله قوي يعني. اه في الأغلب كل الأسئلة خلصت، يعني كل الأفكار خلصت. جاوبنا على أغلب الأسئلة. والله كانت حلقة لذيذة، أول حلقة ليا أو مع يعني باشمهندس أحمد أشرف، ومش هتكون آخر حلقة أكيد. أنا واثق إن أنتوا هتحبوه وهتطلبوا نجيبه يعني أكتر من مرة. جامد قوي. آه، بس وعاوز حضرتك تبعت لي اللينكات، هنحطها كلها في الديسكريبشن، الاي لوج والتي لوج والسي لوج كل حاجة يا هو كل باشمهندس أحمد يعني أشرف بص، هو بيعملها. اختصارا عشان بس الناس ما تتوهش كتير. ايوه، قول لنا اختصارا كده ايه اللي بتعمله اختصارا بالظبط. يعني، انت لو دخلتوا على يعني ثواني كده خليك معايا بقى، اجرب افتحه كده معاك. لو دخلت على zaxo.com XAAKSW.com، ده كده اللاندنج بيج بتاعتي. حلو. هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقي فيها يا سيدي عندك اللينكد ان بتاعي، السي في، تويتر ويوتيوب وسبوتيفاي. حلو. الفكره فين؟ انا بعمل كذا برودكت على الجنب كده، منهم مثلا حوار البودكاست. فانا اللينك مثلا اللي انا حاطه ده فيه البودكاست بتاعتي. البودكاست بتاعتي متقسمه 3 بودكاست حتى الان. واحد فيهم اسمه ايلوج، وده انا بشارك فيه تفاصيل رحلتي، بقعد اتكلم مع نفسي، بقعد اتكلم مع احمد من الماضي واحمد اللي في المستقبل. دي الفكره بتاعته، بدأوا من وانا في تانية كليه. والفكره التانية بتاعت سيلوج، انا برضو بانترفيو، مش بانترفيو يعني، بنقعد ندردش انا وحد معين. وسيلوج ده انا كنت جبت فيه باشمهندس شتا. باشمهندس شتا شغال في امازون.
امريكا دلوقتي ما شاء الله. فكنا قاعدين برضو ايه بندردش بقى في حاجات وكده. مش تبقى تكنيكال قوي يعني، بتبقى يعني ممكن تبقى في كل حاجه. ده سي لوج حلو. بالنسبه لتي لوج بقى ده تكنيكال، ده تكنيكال بس تكنيكال اند كارير. واخد بالك ازاي؟ فتي لوج تكنيكال اند كارير. يعني الحلقه دي كان بي ان انا مثلا اخد منها فيرجن احطها في تي لوج، فاهم قصدي؟ ده اللي انا بتكلم فيه. ف فتي لوج ده، وانا برضو بانترفيو ناس تكنيكال، اتكلم معاهم في توبكس تكنيكال. انا نفسي اطلع لوحدي بس اتكلم تكنيكال بس او كارير بس. فبحاول ان هو ايه ده كلهم تحت نفس البودكاست اللي هو اسمه ايه زاكسو ستيشن. حلو. اليوتيوب سريعا برضو اللي انا بعمله عليه حاليا زي ما قلت انا مضيق السكوب جدا على حته بروبلم سولفنج بس، او الداتا ستراكشر عن الالجوريزم عموما. فحاليا احنا بنطلع لايفات، بطلع لايفات تقريبا على كل البلاتفورمز، على تويتر وعلى يوتيوب وعلى لينكد ان وكل حاجه. بطلع تقريبا على 5 بلاتفورمز او حاجه، بطلع عليهم اللايف. واللايف ده بيبقى في الغالب ميعاده الصبح، دي حاجه. و في طبعا حاجات بقى كتير قوي موجوده في الشانل، يعني حد بقى ياخد لو عايز ياخد لفه. وانا اكتفلي اصلا بشكل اساسي يعني على تويتر. ده المكان اللي انا اكتب فيه. ساعات بنرن هناك برضو ايه، بخش سبيسز او كده فبنتكلم هناك. بعمل حاجه اسمها قهوه المبرمجين انا وشباب لطيفه يعني. دي بيبقى فيها ناس تكنيكال حلوين قوي، شغالين في اماكن كويسه، كلهم مايند سيتس محترمه. بنفتحها بشكل عشوائي برضو للاسف عشان الظروف. بس هي بتبقى الدسكشن حلوه جدا. انا نفسي بتعلم كل مره بخش فيها، يعني بحب اتكلم مع الناس دي جدا. فده اللي انا بعمله باختصار. آه، ادعموا زياد. زياد بيعمل حاجه كويسه، بيعمل حاجه كويسه جدا. وحاجه الواحد فعلا نفسه ان هي تبقى موجوده. يعني اتمنى بجد، انا هحاول مع زياد باقصى الطرق ان شاء الله يعني ان البودكاست ده فعلا يفضل موجود وينجح ومستمر كمان. يعني انت محتاج حاجه زي كده تنجح وتفضل مستمره، فاهم قصدي؟ تفضل هي حلقه الوصل ما بينها وما بين الطلبه، وداخله في مع الطلبه. يعني اللي بيقدمها طلبه، مش بيقدمها حد شغال، فاهم قصدي؟ بيقدمها طلبه. يعني يجي زياد، وزياد ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد كده يبقى فيه تحته ناس، والناس دول زي زياد كده. بس هو انا فاهم الفكره. فده اه طبعا فاهم. هنوصل له ازاي؟ دي قصه نشتغل عليها مع بعض سوا ان شاء الله. بس انا حابب جدا اللي انت بتعمله، افضل اعمله. ربنا يكتبه في ميزان حسناتك، دي اول نقطة. و... يا رب. وتفضل تساعد الناس كده، وادعموه بقى بكل الوسائل المختلفة. اقل حاجة ان انتوا تشيروا الموضوع ده، اقل حاجة ان انتوا تعملوا لايك، اقل حاجة ان انتوا تكتبوا كومنتس ايه اللي عجبكم حتى او ايه اللي ما عجبكوش. الفيدباك جدا مهم. دي حتة مهمة. وبس يعني مش عارف نقول ايه تاني. بس شكرا يا زياد على الاستضافة. انا انبسطت الصراحه. قليل قليل لما انت بتبقى انت بتعمل النوع ده من الكونتنت كاحمد ان حد تاني يستضيفك. انا بتكلم عليا. ف فاهم. بس حسيت ان انا دردشت معاك في حاجات انا مش هعرف اطلعها غير كده. يعني انا مش هعرف اطلعها غير ان زياد يجي ويتكلم معايا ويبقى في مثلا اسئله طلاب ونقعد نتكلم. غير كده مش هتطلع. يعني لو فتحت الكاميرا وقعدت اتكلم فيها مش هقول نفس الكلام اللي انا قلته النهارده، واخد بالك؟ دي من ضمن المميزات بصراحة للبودكاست بتاعك. وانت عملت مجهود بصراحة في حوار تحضير الحلقة، ما شاء الله يعني. فشكرا جدا ليك، شكرا جدا ليك. يا رب تكون حلقة كويسة وان شاء الله اللي جاي احسن يعني. والناس تكون مبسوطة كده بالحلقة. انا بحب ارغي كتير فانا ممكن افضل ارغي كده لغاية ايه، لما الما لا نهاية. والله وانا بحب كلامك الله جدا. يخليك. انت زياد من اه. الناس الكويسة والله. واي بليف ان زي ما قلت لك بالحماس. احنا قلنا ايه في الاول؟ دعاء وإيمان وسعي، صح؟ بالسعي اللي انت صح. بتعمله ده. يعني انت بتقعد تبعت لي على الواتساب حاجات انا فعلا ساعات ما ببقاش قادر اشوف. بس ده انديكيتور كويس. ده انديكيتور انه انت فعلا عايز تعمل حاجة. انت مش بالنسبة لك الموضوع يلا كده فن بتاع. لا، انت فعلا عايز تعمل حاجة وفعلا شايل هم الموضوع، شايل هم ان انت وده اللي انا كنت شايل همه زمان في الكليه. نفس القصه ان انا كنت شايف ناس كويسه في المجال وبتشارك حاجات، وعايز انقل ده للناس صحابي اللي في الكليه بس مش عارف اعمله ازاي، فاهم قصدي؟ فان شاء الله يعني اعرف ان انا اقدر اساعدك والناس تاني برضو تفضل تساعدك في الرحله بتاعتك دي. وبس كده، شكرا جدا لكم يا جماعه.
مهندس شكرا كونك هيلبفul اصلا وبتساعدني على طول وبصدعك دايما. فربنا يجعله في ميزان حسناتك، وان شاء الله تكون طلبة كتير تستفيد يعني. وهنزل الجزء ده على اكس او على تويتر، وعايز الناس تدخل تكلمني تقول لي ايه المجالات اللي عاوزين تجيبوا فيها ناس تاني، ايه الاسئله اللي عندكم، ايه المشاكل اللي نقدر نحلها. وباشمهندس احمد هيساهم معانا، لو مجال يعرفه هيطلع يتكلم فيه، لو المجال مش بتاعه هيريكومند حد يطلع يتكلم. وكله الغرض الوحيد ليه ان الناس تستفيد بس، واحنا مش بنعمل شيء ربحي. الربح الواحد يعني الربح الوحيد عند الله يعني، بالشيء اللي بنعمله. ويا رب كلكم تستفيدوا. وعاوز اشكر يوسف مصطفى صديقي، هو الجرافيك ديزاين اللي بيساعدني، وبرضه بيعمل كل ده بدون مقابل، شوت اوت فشكرا يا يوسف. ليوسف، شكرا يا معلم. بس